كل مشكلة هي فرصة لتقديم عرض فعال. انت لو عرفت بس 250 واحد كل واحد جاب لك بس 5-6 انت عرفت النتورك كلها. أنا عشان أبيع قيمة كبيرة بسعر كبير كله متوقف على النتيجة في درجة اليقين مقسوم على وقت وجهد وتضحية. ده لو ما جاش النهاردة هكلم حد تاني تيجي تعمل ميديا باينج العميل تخليه يحقق في الشهر $100,000. في ساعتها لما تيجي تطلب $1,000 ده ولا حاجة. فكر في حل كبير لمشكلة كبيرة عند عميلك اللي معاه فلوس. AI بقى بيحل مشاكل رهيبة. شايف ان هو بيحل محلك مثلا في الكرياتيفيتي او قوي. فكرك ليه العيب بقى في الكورس ولا العيب في ما لسه بقول لك ليه ما حققوش؟ ما في ناس حققت ليه هم ما حققوش؟ ليه ما هقول بس انا بسالك الناس اللي لما يكون حد فاهم سيلز هو يدخل معاك. اتعلمت السيلز على ايد واحد اسمه دان لوك. فكان دايما يقول لك ان الشخص الهاي تيكت كلوزر او الشخص اللي بيبيع يعني هو سيلز وسايكولوجيست واكتور. هل الكلاينت البريميوم لازم يكون اوير؟ افتكر من سنتين كنت في ماستر مايند في ماليزيا. وقتها كان لسه الشات جي بي تي طالع ما بقالوش 3 شهور لان الاي اي متوقع جدا يا جماعه يدعم الصور. مش كده وبس، انت كل 10 سنين العالم كله بيتغير. انت ممكن تاخد صوره للثلاجه ببقايا الاكل اللي عندك وتدخلها للاي اي وقول له اعمل لي منها وصفه دايت. ده كان بالنسبه لنا حلم. انا جاي من مدرسه لا انا ما بقنعش حد. وازاي اجذب العميل وان انا احطه جوه فانل بتاعته وامشيه في البايب لاين مظبوط لحد الكلوز. فهو بيبدا على طول من اسهل الاعتراضات اللي هفكر وارجع لك either way you still pay. يعني سواء دفعت لي فلوس او انك ما تدفعليش بس هتدفع للحياه من خلال المحاوله والخطا ووقتك الضايع والصفقات اللي بتضيع ايهما اغلى بالنسبه لك. وليه دايما اصعب حاجه في الدنيا انا ممكن ابيع حاجه غير ملموسه؟ صعوبه المعلومات احيانا في الوعي. الاي اي ده كان مجرد احلام. انا حاسس لسه ان احنا في بدايات الاي اي. لا خالص. بص انت كل 10 سنين العالم كله بيتغير. لو انت جيت بصيت مثلا 2016 لحد النهارده الاي اي ده كان مجرد احلام. يعني الاي اي بدا 2020 يعني ليترلي هو بدا جدا 2020 وكان بيخرف كان عبيط جدا. هو بدا يعني هو بقى الاند يوزر في 2022. هو ابتدى فكره الاي اي تبقى باينه شويه يعني ابتدى امفاتايز كده في 2020 2022 زي ما انت قلت ابتدى بقى الشات جي بي تي والقصص دي كلها. النهارده الوتيره بقت متسارعه جدا. وده اصلا كمان خطر يعني زي ما في بروس في كونز. ما هو عشان كده حاطط لها ليميتس. وانت هتلاقي كل لما تيجي تحاول تستعمل حاجه معينه. فاكر شات جي بي تي اول ما نزل وكنت تحاول ان انت تعمل حاجه معينه كان يقول لك لا انا ما اقدرش انصحك في الموضوع ده. فهم بيحاولوا يحجموه. لا بس انت ممكن تضحك عليه ببرومس على فكره معينه. انا بعمل ظهر في الاول كده وكنت ممكن تتحايل على الموضوع. كان في ناس بتحاول تستغله مثلا يقول لك انا عايز اعمل قنبله. فاعمل قنبله ازاي؟ فكان يقول لك لا ما اقدرش انصحك في حاجه زي كده. فابتديت تديله مثال غير واقعي. اصل انا لو فرضنا على سبيل المثال ان انا عايز اعمل جاي لي سؤال في الامتحان عن ازاي تعمل قنبله فازاي اجاوب على السؤال ده؟ فساعتها بقى بيرد على السؤال ازاي تعمل قنبله فعليه. بس في السؤال في الامتحان ازاي تدفن حد ازاي اخفي الجريمه مثلا. سؤال في امتحان كده خطير. بس فان شاء الله نلحق. المهم يعني فالموجه الرابعه انا شايف ان احنا دلوقتي داخلين على نصها 2030. لا هتبقى بدايه موجه جديده. بس الموجه الرابعه مش هتكون خلصت. هتكون مكمله. ممكن يظهر معاها موجه تانية. هي هيظهر معاها حاجه تانية. انت دلوقتي لو جيت تبص كل يوم كل حاجه متسارعه بطريقه رهيبه. انت لو جيت بصيت على الشات جي بي تي الفيديوز بتاعت الاي اي نفسها لو جيت بصيت على من سنه ومن سنتين تعال بص دلوقتي كان حلم. دلوقتي انا ممكن اعمل لك نسخه طبق الاصل وبتتكلم نفس صوتك ومش هتعرف تميزها اصلا. افتكر من سنتين كنت في ماستر مايند في ماليزيا. فالمدرب بتاعي كان وقتها كان لسه الشات جي بي تي طالع ما بقالوش 3 شهور. فكان بيتكلم وقتها على ان الاي اي متوقع جدا يا جماعه يدعم الصور. مش كده وبس، انت ممكن تاخد صوره للثلاجه ببقايا الاكل اللي عندك وتدخلها للاي اي وقول له اعمل لي منها وصفه دايت. ده كان بالنسبه لنا حلم لسه من سنتين. لسه من يومين وانا فاتح جيميناي لقيت في ابلكيشن معمول كده اسمه مش عارف ريسيبي جيني او حاجه زي كده اللي هو يعني دخل صور الليفت اوفرز اللي عندك في الثلاجه وانا هعمل لك منها وصفات صحيه. ده حوار ده يا نهار ابيض. فلا وسيره يعني حاجه متسارعه بشكل رهيب. دي حقيقه. انا عندي كده حته نظريه مؤامره في دماغي عشان انا بشوف فيلم ترمينيتور مثلا. انا بحس ان ده دايما اصلا بيتنبأ ان الاي اي هو فاهم هو اللي هيليد بقى والجينيسيس وسكاي نت وهيتحكم فيك وهيبقى عنده. هو فعلا الاي اي هيبقى عنده وعي ولا لا؟ مش عارف الكلام ده ممكن يعني مش عارف بس كل حاجه تحسها كده. يعني هبدأ بالسؤال حصل لي امبارح بصراحه في حته السيلز والقصه دي. احنا محتاجين بس الاول نفهم البيهيفير بتاع
الليد او الكلاينت قبل ما بيدخل او قبل ما بيدفع بيبقى عامل ازاي. انا على سبيل المثال جالي امبارح هوت ليد، والسيلز بتاعتي من ضمن التيم كلمتني يعني، فبتقول لي عزب الليد كانت very interested وتمام جدا، والكول كانت ماشيه تمام جدا، وانا سمعت الكول وخلاص، هو حد ويلنج ان هو هيدفع خلاص، ومشي في البايب لاين بمنتهى السلاسه وحجزت كونسلتيشن وخلاص. وقت الكونسلتيشن هي بتبعت لها بقى الزوم ميتنج والحاجات، وعملت لها بلوك. فبقول لها يا بنتي هو انت شتمتيها ولا ايه؟ تقول لي والله ما فيش، انا مستغربه. ف كلاينتس تاني برضه تيجي بعد ما تبقى very interested وخلاص هي بتكلوز بقى، لا انا، لا خلاص، هو انا هشوف وهرجع لك. انا عايز افهم هو البيهيفير ده هو مربوط بايه، يعني انت جاوبني بقى على الحاجات دي، عشان انا عايز افهم البيهيفير بتاع الكلاينت او الليد عموما، او حد داخل ياخد برودكت او سيرفيس، وفجاه مره واحده هو شفت من بعد ما هو ماشي في فانل محترم ومظبوط بايب لاين، هو جالك متقشر. طب انت عرفت منين ان هو انترستد؟ اول حاجه ان هي اللي كانت جايه لنا، تمام ماشي، والفولو اب كان ماشي معاها بمنتهى السلاسه، وهي البرايسز ما كانش فارق لها، هي كان جايه عميل كواليتي، هي كانت عايزه تاخد ادد فاليو، فاهمه كويس قوي الادد فاليو اللي هي هتاخدها. وبالفعل هي حجزت كونسلتيشن. فري ولا مدفوع؟ لا هي كانت فري. اوكي. ايه، اصل لو خدت بالك احنا هنا حكمنا على الموضوع على بناء على كلام نظري من العميل. اوكي هي مشيت، هي اللي جايه لنا شكلها انترستد، حجزت كونسلتيشن which is also free، فما فيش حاجه تديني انديكيشن على ان العميل ده كوميتد. بقيس الكوميتد او الكوميتمنت منين؟ بالفيزا. لو هي كانت دفعت عشان كونسلتيشن وبعد كده عملت بلوك، ساعتها it makes sense ان احنا offended her in some way. لكن هي اللي جايه لنا عادي، ما احنا بنروح المحلات willingly، بنروح المحلات براحتنا، وبعد كده ممكن اعمل شوبينج او اللي هو اللي بنسميهم برايس شوبرز، بتفرج وبعد كده اخد لفه وارجع. it doesn't necessarily mean ان المحل ده عمل حاجه وحشه، بس احيانا برضو لما تعمل لنا بلوك ممكن in some way ممكن يكون الفولو اب كان بالنسبه لنا invasive، ما اعرفش حاجه زي كده. بمعنى احيانا لما العميل بيجي معانا يقرر ان هو ما يشتريش، بعد فتره يقول لنا هفكر وارجع على سبيل المثال، فيبتدي التيم عندنا يتواصل معاه، وصلت القرار، عملت ايه. احيانا الناس بتبقى خايفه من المواجهه، اللي هو لا والله ده هم كانوا شايفين ان انا شخص كويس، كنت كوميتد، انا مش عايز اجرحهم، مش عايز ابان ان انا شخص وقح على سبيل المثال او رود، فيتجنب المواجهه، فما يردش، يجوست، او ان هو اصلا يعمل بلوك. عشان كده هي ليها بعض الاساليب في السيلز. يعني على سبيل المثال هو لو هيفكر ويرجع اصلا، ده في حد ذاته اوبجكشن. يعني هو الشخص لما يقرر ان هو ما يشتريش دلوقتي، فاكيد في اوبجكشن، في اعتراض حصل، بس هو مش قال ان في اوبجكشن، هو مش هيقول ان في اوبجكشن. وهنا دور السيلز ان هو يعرف اصلا ايه الاوبجكشن بطريقه دايركت. مش بطريقه دايركت، هي بتجيش دايركت، الدايركتنس از نيفر ا سوليوشن في الحالات اللي زي دي. بس هو لو هيفكر ويرجع على سبيل المثال، ممكن اقول له طبعا معاك كل الحق انك تفكر وترجع تاني، انا لو مكانك هفكر اصلا، بس قبل ما اسيبك وامشي، هل في حاجه معينه انت عايز تعرفها عشان تساعدك وانت بتفكر؟ هنا بقى هتقول لك والله اصل انا مش متاكده قوي من الفاليو، اصل انا زوجي مثلا محتاج ياخد قرار معايا، اصل انا دلوقتي محتاج اشوف خيارات اكتر. فهنا انت عرفت الاوبجكشن الحقيقي، فهنا يقدر تيم السيلز ساعتها يدخل في الموضوع ويعرف الموضوع قبل ما الكلاينت يسيبه. طب لو الاوبجكشن ده مين يبقى جاي مثلا من يعني برايس وايز، بتحصل كتير، بس هو بيبقى محرج ان هو يقول لك لا ده غالي عليا. however ان هو مثلا هنقول ان هو التارجت اودينس بتاعك، تمام، بيقول لك البرايس غالي عليا، بس هو مش عايز يقولها لك، انت تعرف ازاي بقى تجيب الحته دي منه دايركت، اللي هو زي ما انت قلت كده؟ ليها بعض الاساليب. يعني على سبيل المثال لو هو قال لك هفكر وارجع لك، حلو، وانت حاسس ان العميل ده هو مشكلته في السعر، احد الاساليب احيانا، بص يا عزب، انت من اغلب الناس اللي بتتعامل معانا ساعات لما بيقولوا لنا هفكر وارجع لك، في الغالب بيكون حاجه من ثلاثه. اول حاجه هو ان هم مش واثقين في الشركه، او ان هم مش واثقين في الشخص، او ان هم عندهم مشكله في السعر. فانهي حاجه من دول هي المشكله اللي عندك دلوقتي؟ اوقات مثلا السعر. اوكي، فساعتها طب اوكي، انت دلوقتي هل بعيدا عن السعر، هل شايف ان اي حاجه تانية ممكن تخليك تاخد الخطوه دي معانا؟ لان دايما العميل لما بيقول لك اوبجكشن، انت برضو بتبقى عايز تعرف ما اذا كان الاوبجكشن ده حقيقي ولا
ولا بنسميها سموك سكرين. سموك سكرين. يس، اللي هو بيقول لك اي حاجه كده وخلاص. احيانا ممكن يكون هو اتلسع في الماضي، حد عمل له دايت على سبيل المثال وهو ما مشيش عليه، فحس ان هو شخص فيلير، ان هو شخص فاشل، ان هو مش بيكمت. فهو اسهل ان هو يقول لا والله أصل السعر غالي، عن انه يقول لك اصل انا مش شخص ملتزم، او ان انا جربت قبل كده واتلسعت في الماضي، او ان انا جربت مع واحد وطلع نصاب، انا ازاي ما قدرتش الاحظ ان الشخص ده نصاب. فدي كلها internal objections وعميقه وقويه جدا، اسهل له انه يقول لك ان السعر غالي، او الاسهل انه يقول لك هفكر وارجع. بيرفلكت بالظبط. فهو بيبدا على طول من اسهل الاعتراضات اللي هفكر وارجع لك، اللي بيكون وراها اصل السعر غالي، اللي بيكون وراها اصل انا فشلت قبل كده ومش عايز اكرر الفشل ده تاني. لكن هو اصلا مش هيفكر ومش هيرجع mainly في الاغلب. احيانا احد الاساليب اللي انت ممكن تعملها هي بص يا عزب، يعني اصل خلينا نكون صراحه مع بعض. انا لما هقفل معاك المكالمه دلوقتي، هل انت مثلا هتقف في البلكونه وهتمسك كوبايه النسكافيه دي وتقول خليني بقى افكر كده في المكالمه اللي انا قضيتها مع عزب النهارده وبعد كده اخد قرار ارجع له تاني؟ بنسبه كبيره ده ما بيحصلش. اوكي، فخلينا نكون صراحه مع بعض. ايه اللي محتاج يحصل دلوقتي عشان نقفل الديل ده سوا؟ بس طبعا يعني احيانا حاجات زي دي بتكون عايزه ديل بملايين مثلا، مش هتقعد تعمل كده عشان تبيع حاجه في الاخر ب 5000 جنيه على سبيل المثال. فاحيانا ساعات ممكن احيانا تيم السيلز يستسهل الموضوع. اوكي، هو الشخص هيفكر. اوكي، لان ساعات الموضوع لما بيكون اوبجكشن عميق كده ممكن يعوز ديجنج شويه مع العميل عشان تعرف هو ايه المشكله بجد. يعني انت كده مش عايز بقى سيلز، انت عايز بتاع سايكولوجي هو اللي. على فكره اصلا يعني انا لما اتعلمت السيلز على ايد واحد اسمه دان لوك هو واخد لقب كينج اوف هاي تيكت، راجل معروف. فكان دايما يقول لك ان الشخص الهاي تيكت كلوزر او الشخص اللي بيبيع هو لازم يكون سايكولوجيست. يعني هو سيلز وسايكولوجيست واكتور، ممثل. ليه؟ لان انت الشخص اللي هيتكلم معاك هو المفروض هيبوح بمشاعره، هيبوح باسراره، فانت لازم تكون مش هتقعد تعيط جنبه لو قال لك مشكله، بس لازم تحسسه ان انت متعاطف معاه بجد. ايه اللي حصل قبل كده؟ ايه اللي يعني احكي لي عن المشكله دي، ايه اللي حصل؟ فانت لازم ايضا وشك يكون بيعبر عن مشاعرك دي. هو انت لمستني اه حسيتك. هو مثلا العميل يقول لك حاجه السعر غالي، السعر غالي، فتلاقي العميل ساعتها هو لما بيشوف تعبيرات وشك، احنا لما تحس ان الشخص اللي قدامك مش فاهمك انت ذات نفسك بتحكي له او تحاول تبرر. والله اصل انا جربت حاجات زي كده قبل كده وما لقيتش نتيجه، ودفعت فلوس وما لقيتش بيها نتيجه، فبالنسبه لي السعر غالي. فاحيانا بيكون يعني اتس ميكس ا ميكستشر اوف بوث، اكتنج على سايكولوجي على الحاجات دي كلها. اوكي، طب السعر غالي، انا دلوقتي عميله جايلك السعر غالي يا اسلام، ايه بقى اقنعني وانا التارجت اودينس بتاعك؟ بص يعني احد الحاجات يا اسامه، يعني المفاهيم المغلوطه في السيلز هي اقنعني دي. انا جاي من مدرسه لا انا ما بقنعش حد، يعني انا ببين الفاليو اللي عندي. بس انت داخل تبرجن، انت داخل يعني بتنجوشيت، حلو، يبقى لازم اكيد يبقى في اقناع في صح. مش بقنعك، يعني هي اساليب السيلز للاسف واخده سمعه سيئه عشان اقناع، عشان بوشي، عشان كده العميل بيجيت اوفندد وبينسحب. لكن يعني من اسهل واحلى اساليب السيلز اللي انا بحبها، لا يعني خلي العميل هو اللي يبيع لنفسه. انا هبيع له انا ليه؟ هقنعه انا ليه؟ ازاي؟ بمعنى انا دلوقتي لو انا جيت قلت لك، انت جيت قلت لي السعر غالي، اوكي، انا متفق معاك ان السعر غالي على فكره، وكتير من اللي انضموا معانا ونجحوا هم كمان كانوا شايفين ان السعر غالي، بس من وجهه نظرك ايه اللي خلاهم ينجحوا؟ اوكي، صحيح، مع انهم كانوا برضه شايفين ان السعر غالي وكانت خطوه كبيره عليهم. هيقول لك والله اصل ما عندهم كوميتمنت، اصل ما جربوا ونجحوا، اصل ما اعرفش، اصل كان في مزايا معينه عندي ساعدتهم تنجحوا. فهو هنا اللي بيقول لعقله الباطن ان انا عندي مزايا، مع ان هو بيقول السعر غالي. اوكي، طب بس برضه في مشكله هنا، انت بتقول السعر غالي وفي مزايا كبيره انت قلتها، فهل شايف ان السعر الغالي ده ممكن يكون عائق قدامك انك توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها؟ فهنا بقى على حسب الحاجه اللي هو عايز يوصل لها، ان هو هنا هيقارن ما بين الاثنين. اوكي، هيقارن السعر بالفاليو. لو انت بتبيع حاجه سلعه زيها زي غيرها، هيقارنك بشخص تاني بشخص تالت، هيروح اكيد للسعر الانسب. لكن لو شايف عندك فاليو، شايف مكانه، شايف حاجه هيوصل لها عندك مش عند حد تاني، هنا هيروح للفاليو الاكبر. اوكي. اوكي، الفكره بقى ان انت تنفثايز الفاليو دي، تبرز الفاليو. احد الاسئله اللي انا ساعات بسالها للعميل، اوكي من وجهه نظرك ليه في ناس بتروح لنا مع ان سعرنا غالي؟ في الحقيقه احنا اسعارنا ضعف اسعار المنافسين، ممكن اقول لك اسماء المنافسين لو انت بتدور على السعر، بس من وجهه نظرك ليه الناس بتروح لنا مع ان سعرنا اغلى الضعف؟ فهو يقول لك والله اصل انتوا ممكن يكون عندكم كاستمر سيرفيس اعلى، اصل انتوا عندكم مثلا بتحبوا العميل، بتحرصوا عليه.
اوكي طب انت عايز ده ولا عايز السعر الارخص؟ فهمتك. لا انت عارف، انت لمست عندي كده حته ان اغلبيه اللي بيبيعوا السيلز لما بيجي يبيع هو بيشوف هو هيستفاد ازاي منك وهياخد كوميشن قد ايه او ايا بالظبط. كان. اللي انا فهمته دلوقتي منك ان لا، هو هيستفاد العميل نفسه هو اللي هيستفاد ازاي. بالظبط. فهمت. احد المفاهيم الاساسيه في البيع هي ان الشخص اللي عنده ثقه اكبر في عمليه البيع هو اللي بيكسب. فلو انت كبياع، وانا مش بتحرج ان انا اقول كلمه بياع، لو انت كبياع واثق ان العميل هو اللي هيخسر لو ما اشتراش، وانت مؤمن بكده فعلا، انت اصلا هتدخل الديل مستبيع. يعني انت بياع هتدخل مستبيع، اشتريت انت كسبت. دايما في مصطلح كده بيقول لك، انا اسف اني بقطعك، بيقول لك اللي بيبيع بيع غناوه هو ده هو اللي بيقفل بالظبط. الديل. بالظبط. ليه؟ ويعني يمكن سبحان الله ما ابتديتش الحمد لله اشوف ازدهار في البيزنس عندي غير لما كنت ببيع وانا مستبيع. ادخل مثلا مكالمه عندي في الايجنسي، العميل بيدخل معايا بشرح الفاليو اللي انا بقدمها، هفكر وارجع لك اتس اوكي. يعني بقيت بوصل لمرحله في الاخر حتى ان انا مش محتاج ارد على اعتراضات. يعني الثقه اللي عندي واليقين اللي جوايا، هو بيشوف اليقين ده، بيشوف الحماس اللي انا بتكلم بيه، بيشوف فعلا، هو شايف النتيجه اللي هو هيحققها في عيني. احيانا دي بتكون اكبر حاجه او انت ممكن تكون مش محتاج تعمل كده بس وانت بتتكلم مع العميل. هو شايف اليقين اللي عندك، شايف المصداقيه، شايف الحماس اللي عندك، هيقول مستحيل شخص زي ده يكون بيهرج، اكيد الشخص ده فعلا بيقدم حاجه قويه فبتفرق معاه، جدا بيبقى جدا. عايزك اكتر. الشخص اللي اكتر شخص واثق في عمليه البيع هو اللي بيكسب. لو انت واثق في النتيجه اللي انت هتحققها لعميلك، انت اللي هتكسب. لو العميل واثق في ان هو مش هينجح معاك، مش هيشتري. يعني المدرسه دي اقوى من ان انت تيجي تفولو اب وتقعد، يعني كل ما تتمسك بالعميل كل ما يهرب منك. الفولو اب برضه ليه مدارس. يعني اصل انت لو جيت مساء الخير، معاك اسلام، انت كنت تواصلت معانا من يومين فاتوا كده عشان تشتغل معانا، مش هشتري لو انا عايز اشتري. خلاص بالظبط. لكن مساء الخير، كان في معانا كده PDF كنت عايز اديهولك، يعني بناء على اخر محادثه ما بيننا، فلقيت ان في فايل جدا كان ممكن يساعدك، فحبيت اتواصل معاك بس عشان ابعت لك الفايل ده، ولو انت احتجت اي حاجه تواصل معايا. هنا العميل في حد ذاته مش هيحس انك بوشي. يعني هنا انت بتتواصل معاه عشان تديني فاليو، بحس انك بتساعده. انت بتحس انك بتساعده بالظبط. فهنا برضو انت رامي له الكوره في ملعبه، هو ساعتها هيحس على دمه. احيانا كتير بيجي محادثات للتيم عندي، تيم السيلز، آه مش هقول لك ان احنا قفلنا البيعه، بس مثلا مساء الخير حنين وتيم كوتش اسلام الرائع، للاسف مش هقدر اشترك في الفتره الحاليه، وبتمنى لكم التوفيق يا رب، وشكرا على المساعده اللي انتوا قدمتوها لي. فهنا العميل هو اللي بيتواصل معاك عشان يشكرك، حتى لو هو مش هيشتري دلوقتي، بس هو مش حاسس ان انت انفيسيف، مش حاسس ان انت اخترقت خصوصيته، ولا ان انت بتزن عليه عشان تبيع. فبيحس على دمه ان هو الغلط من عنده. على الاقل حتى مش هجوست الشخص ده كان محترم معايا، فانا هتواصل معاه وهعتذر بالشكل. جميل، حلو قوي. عندي سؤال. اتفضل. ليه دايما، عشان انا واحد كاره مثلا لموضوع الاوفرات والديسكاونتس والحاجات دي. ليه دايما اكتر حاجه هبيع برودكت او سيرفيس اللي بيبيعها او اللي بيعرضها، لو هو عايز يعمل بريفليج ليها، اول حاجه بيعملها هي الديسكاونت. ليه دايما دي اول حاجه بيظهر؟ عشان السلعه هي الحاجه الموجوده على الحاجه الموجوده في السوبر ماركت، اللي هي اللي انا ممكن اروح سبينيز هلاقيها، هروح فتح الله هلاقيها ارخص، هروح كارفور ممكن الاقيها ارخص، فهي موجوده على الرف في كل مكان. فلو انت بتبيع سلعه، ودي احد الحاجات اللي انا يمكن هنزل لها كورس ان شاء الله في رمضان اسمه كود السياده، اوكي. اللي هو بعلم الكوتش ازاي يكونوا اسياد في مجالهم، او الفرق هنا ما بين ان انت تكون سلعه وما بين ان انت تكون سلطان في مجالك. فالسلعه هي الموجوده في اي مكان. انا هروح اشتري جبنه رومي عشان عليها ديسكاونت 25%، او اروح اشتري ديك رومي او وات ايفر بس عليه ديسكاونت، في غيره كتير. لكن انا لو في حاجه مش موجوده في حته تانية، خلاص يعني انا عارف قيمه الحاجه دي. عمرك ما هتلاقي مرسيدس عامله ديسكاونت 25% على عربيه مرسيدس، تمام؟ فهل انت بتبيع سلعه ولا انت بتبيع حاجه مش موجود غيرها عند اي حد؟ يعني الكومبيتيف ادفانتج بتلعب من سلعه لسلعه. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اعمل ديسكاونت على حاجه معينه هي فيها حته الندره، ولكن لو حاجه معروض منها كتير، فدايما الموست كومبيتيف ادفانتج لازم تبقى السعر. صح كده؟ ودي نابعه من احد المدارس في الماركتينج اسمها الاويرنس ليفل، كان اتكلم عنها واحد اسمه يوجين شوارتز في كتاب كلاسيكي جدا للماركتينج، نزل في الستينات من القرن الماضي،
ومع ذلك لا يزال الاجانب بيعتبروه البايبل اوف ماركتنج دلوقتي، انجيل التسويق. بيتكلم عن حاجه اسمها awareness level او مستويات الوعي. فهو بيتكلم عن ان الناس احيانا بتبدا من ان اوير، هم مش مدركين اصلا ان عندهم مشكله، لانهم مدركين ان في مشكله، لانهم يبقوا مدركين ان في حل للمشكله، لانهم يبقوا مدركين للمنتج اللي بيحل المشكله. فعلى سبيل المثال الناس بتنزل السوبر ماركت تشتري معجون سنان، هو هنا نازل عشان يشتري برودكت عشان يحل مشكله معينه اللي هي تسوس مثلا اوكي. فانا لو ببيع منتج الناس في درجه وعي البرودكت اوير ليفل، فهنا ات ميك سنس ان انا اعمل ديسكاونت على المنتج، لان هم نازلين بيدوروا على هذا المنتج في الاماكن كلها. لكن لو انت بتبيع حل، مفيش منتج معين الناس عارفاه بيحل او بيقدم هذا الحل، ساعتها it doesn't make sense ان انا اقدم فيه ديسكاونت، لان اصلا في ميزه استراتيجيه ليكون هذا المنتج موجود اصلا. كنت اصلا كتر خير اني نزلت لك البرودكت بالظبط، ده. انت كتر خير انك نزلت لي البرودكت، عايز تعمل عليها ديسكاونت عشان تجيب مور سيلز، ساعتها اتس اوكي. ف يعني خلاصه الكلام اتس اوكي ان انت تعمل خصم على حاجه نادره، بس مش هينفع الخصم هو اللي يخلي الحاجه نادره. اوكي ميك سنس جدا جدا. ليه دايما في حته الماركتنج اما بينزل، يعني بيقول لك مش دايما اما بيعمل ديسكاونت بيجي له مور سيلز، صح؟ ولكن كل ما يجي هو يرخص السعر بتاعه، هو يحس ان هو ده فعلا هيجي له مور سيلز، لكن اكشلي هو مش هيجي له مور سيلز. مظبوط. يس. طيب ايه بقى القصه دي؟ عشان انا محتاج افهم يعني ليه دايما انا برضو انا عايز امسك الحته دي، عشان برضو اغلبيه الناس اللي تيجي تعمل ماركتنج كامبينز او تسترخص في الليدز، ان هو كل ما الليدز يبقى ارخص ويجي لي داتا كتير او يجي لي ليدز كتير، فانا كده الروز بتاعي هيبقى اقل، فما اعرفش ايه. اوكي. ف وبرضه حته ان انا اقوم ده هيجيب لي ليد يعني لو كواليتي، وفي نفس الوقت هضطر ان انا احرق سعر عشان يجي لي، ولكن هو مش دايما لما احرق سعر او لما احط ديسكاونتس هو الليد بيجي اصلا. يعني كلمني بقى على الحته دي، يعني اوكي. يعني سايكولوجي وايز. سايكولوجي وايز لو هنتكلم عليها كبرايسنج، وهضرب لك مثال عليا. انا على سبيل المثال بعت كورسات anywhere between $7 لحد برامج تدريبيه ب $3000. ما شاء الله. بيع تاني اكتر بصراحه. هي مش بالاكتر، وده اللي انا لسه جاي لك فيه، ان انت مش محتاج اكتر في $3000، انت محتاج fewer numbers عشان تعمل برضو دخل كبير. زي محل دهب ومحل فول وطعميه كده. ايوه بالظبط، انت في الفول والطعميه ممكن تبيع كتير قوي، تبيع سندوتشات كتير، وفي الاخر تطلع مارجن قليل. الذهب لا، تبيع مبيعات قليله تعمل فلوس كتير. اوكي. فالفكره كلها انت لو بصيت للموضوع، وده برضو على حسب التارجت اللي انت عايز تحققه. انا لو عايز احقق $100,000 انا ممكن ابيع ل1000 عميل ب$100، او ممكن ابيع ل100 عميل ب$1000، او ممكن ابيع ل10 عملاء ب$10,000. الاثنين او الثلاثه هيوصلوك لل$100,000. والثلاثه دوبل. الثلاثه دوبل. طيب. بس الفكره في ايه؟ الفكره احيانا بيكون انك تبيع ل100 نفس سهوله او نفس صعوبه، على حسب انك تبيع او انك تبيع ل1000، او هي اصلا تساوي ايضا انك تبيع ل10,000. بس السر في ايه؟ السر في العميل اللي انت بتستهدفه اصلا. يعني العميل اللي بيشتري ال100 مختلف عن العميل اللي بيشتري ب1000، مختلف عن العميل اللي بيشتري ب10,000. بس انت ما تحاولش تقنعني ان مفيش ناس بتشتري ب10,000 لا وقليل، بيشتروا، بس موجودين. العبره هنا ان هم قليلين. انت بتيجي تتكلم مثلا هنا 1%، لكن هنا ده الكثره، صح ولا انا غلطان؟ هنا الكثره. اوكي، طب هل انت محتاج ايضا ناس كتير تشتري ال10,000؟ ما كله ناجع لنفس الكونسبت. انت مش محتاج كتير يشتروا ال10,000، بس محتاج الاقيهم. اوكي ماشي. اوكي. بس انت لو جيت تبص لبلدنا مش كل الناس راكبه الرولز رويس، بس على الاقل لو انت بصيت ل1% من الشعب، 1% من 120 مليون، يعني فوق المليون ناس معاها فلوس. انت مش محتاج اكتر من كده. انت مش محتاج مش محتاج عشر الناس دي. يعني انت تخيل لو انت قدمت حل للفئه دي يحل لهم مشكله. اصلا انا دايما مقتنع بحاجه، انت عشان تبقى غني الموضوع بسيط جدا، قدم حل لمشكله كبيره عند فئه غنيه. قدم حل لمشكله كبيره؟ لا تاني ولا تاني. قدم حل لمشكله كبيره عند فئه غنيه. هو لو انت حلت له مشكله كبيره دفع فيها $10,000 عشان يحل مشكله بيزنس مش عارفه يسكيل بعد $1,000,000 على سبيل المثال. اوكي، هل ساعتها عشان يدفع لك 10,000 $20,000 هل ده رقم كبير؟ صح. نفس الشيء في اللي انت بتقدمه. لو انت بتساعد الاكزيكتيف والسي اوز ان هو يبقى فت، ان هو يبقى يطلع على الستيج وهو لابس البدله،
الايطالي يبقى شكلها حلو عليه، يطلع يبقى فيري بريزنتبل، يقدر يبيع الاوفرز بتاعته فيحقق فروم ذا ستيج مثلا $200,000 مثلا. عمره هيبرجن بالعكس هيبرجن ده ليه؟ في ناس كتير اصلا ما بتيجي تقول بس كده، بالظبط. فبحس ان انا كنت عايز اقول مثلا للمودريتور او للسيلز اقول لها كنت زودت شويه، فاهم؟ اللي هو فعلا بيجي يبص يقول لك بس كده. واحيانا ده ممكن يخليه يشك في السيرفيس. حلو قوي، انت مسكت نقطه حلوه كنت عايز نجيبها. هو دايما الحاجه الرخيصه لازم تبقى فاليو في الكحيان، عشان احنا عندنا هنا عقده الخواجه. اه لا يعني انا عايز اقول لك ايه، احيانا احنا دايما عارفين ان الغالي ثمنه فيه. ماشي، بس يعني مش كله بالظبط. في ناس بترفع السعر عشان عارفه ومؤمنه ان الغالي ثمنه فيه، ويبيع لك في الاخر كيس في جوافه. ناس عارفه ان هو ده فعلا ادد فاليو كبيره قوي ليك، فلازم ترفع السعر. بالظبط. طيب. وفي ناس لا، انا هرفع السعر عشان انا عارف ان انا لو رفعت السعر هجيب الفئه البريميوم. دي الناس اللي هي صايعه. امسك بقى الحته دي وقول لي كده على الموضوع، ان انا لو الحاجه رخيصه انا ممكن اشك في السيرفيس بتاعتك والحته البريميوم. على سبيل المثال، وهحكي لك انا ترو ستوري على مثال عبيط. يا ريت. انا كان عندي مشكله في التكييف في البيت. التكييف ده عشان اصلحه كان ممكن خالي قال لي انا معايا نمره واحد، الواحد ده كان هيجي هيصلح لي التكييف 300 جنيه. في المقابل لو انا كلمت التوكيل كان هيجي يعمله لي ب 1500 جنيه. لا التوكيل طبعا. بالظبط. ليه؟ هو الاثنين هيعملوا نفس الشغل. لا الكواليتي هتفرق بتاعت التوكيل. والله الاثنين هيعملوا نفس الشغل. لا بس انا بقى ايه، لما التوكيل جه وطبعا هو بيلبس التكييف، هتقول يا شايف النظافه، شايف هو بيلبس التكييف ازاي، ما انا لازم ابرر الفلوس. فدي ميزه انك تكون دافع فلوس كتير. هو اصلا الستيت اوف مايند اللي بتكون عند العميل اللي بيدفع فلوس كتير، هو هيحاول يلاقي اي ميزه في الحاجه اللي انت بتقدمها عشان يقنع نفسه ان هو ما دفعش فلوس على الارض. حتى لو مش موجوده حتى لو مش موجوده هو هيختلق مميزات عشان هو اصلا ما يحسش ان هو رمى فلوس على الارض. دي سايكولوجي بحته. ده العميل البريميوم ده حلو. ده عميل بريميوم جدا. فهو هيلاقي مميزات عشان يضحك على نفسه. فلما يلاقي مميزات هو اصلا داخل بستيت اوف مايند حلوه جدا، فهيشتغل عشان يلاقي مور مميزات، فهيلاقي نتائج. فعشان لقى نتائج هيجيب لك مور كاستمرز. فانت هنا عندك مور بريميوم كاستمرز، هم ستيل اقل من ان انت تشتغل مع عامه الشعب، بس مور بريميوم كاستمرز، عدد اقل، فلوس اكتر. ده بالنسبه لي يعني بزنس حلو جدا. بص انا انلايتن في الحته دي ومعاك قوي، بس انا حاسك ان انت بتتكلم بطريقه سهله، كانها سهله. هي سهله، سهله. هي بسيطه. هي بسيطه مش سهله. لا هي مش سهله. وانا بقول لك بسيطه مش سهله. لا قول لي بقى، يعني هي، هل انت شايف ان السيلز هو ستيبس ما فيهاش من الاخر فزلكه وخلاص، هو سيستم، وانت لو مشيت عليه؟ عشان انت من شويه قبل ما نبدا الحلقه قلت لي انا ساعدت اغلب بيزنسز ان هم بالفانل استراتيجي بتاعتك ان هم يسكيل من غير ويبينار ومن غير يس صح كده؟ يس. هل هو سيستم وبيتطبق، ولا بتبقى حاجات مينلي بتبقى كاستمايزد بيزد على البرودكت او السيرفيس او ايا كان اللي انت بتعمله على التارجت اودينس؟ انا عارف ان كده كده في جوه لعب كتير، بس هو مينلي لو احنا نيجي نبص خارجيا از اوت لاين، يعني هل هي بتبقى سيستم 1 2 3 مثلا توب اوف فانل، ميدل اوف فانل، اخر الفانل، التوف والموف والحاجات دي، وبعد كده خلاص البايب لاين وشكرا، ولا هو بتبقى ماشيه ازاي؟ محتاجين بس نفهم الحته. بص هي تقدر تقول هو مزيج من الاثنين. يعني لو احنا هنبص للموضوع، هو الموضوع كله كانه عامل السيستم ده هو زي المواسير. الاوفر ورسالتك التسويق وكل حاجه هي عامله زي الميه اللي ماشيه في المواسير. فانت ما ينفعش يكون معاك سيستم بس، وما ينفعش يكون معاك ميه بس، لازم الميه تمشي في المواسير. فعشان تبيع حاجه غاليه، او الحاجه اللي انا بسميها دايما هاي تيكت اوفر، او حاجه اعلى من $1000، او ان انت توصل للبريميوم كاستمرز، اهم حاجه زي ما قلت لك كده انك تلاقي حل فعال، او تلاقي بريميوم اوفر انت تقدر تقدمه للفئه دي. هتقولي طب الاقي ازاي بريميوم اوفر للفئه دي، او ليه الاقي بريميوم اوفر؟ انت لو قدمت بريميوم اوفر بسعر معقول، هنا انت كانك بتبيع فراري ثمنها $200,000 بتبيعها ب $20,000. 20,000 لبعض الناس لا زال رقم مهول، لكن لجمهورك الصح هي صفقه لا تعوض. اوكي. فالفكره كلها بتبدا بان انت تعمل الirresistible اوفر، او العرض الذي لا يقاوم للفئه دي. ده قائم على مبدا انا بحبه جدا، اسمه كل مشكله هي فرصه لتقديم عرض فعال. كل مشكله هي فرصه لتقديم عرض فعال. فانا لو رحت للفئه اللي انا بستهدفها، شفت ايه المشاكل اللي عندهم، عملت جدول بالمشاكل دي،
وبعد كده لكل مشكله حطيت حل، وفي الاخر غلفت الحل ده على هيئه اوفر وبعته لهم، وساعتها هشوف الاوفر ده هيقدم لهم حل قيمته ايه، هيديهم وقت قد ايه، او هيديهم فلوس قد ايه، او هيوفر لهم فلوس قد ايه. ساعتها بقى العرض ده بالنسبه لك لا يقاوم. هتقولي طب انا مش في مجال بساعد الناس تعمل فلوس، انا في مجال خساره الوزن، او انا في مجال الصحه. اقول لك اوكي، ما انت الحل بتاعك مش ممكن يوفر على عميلك، بعد الشر على الجميع، عشرات الالاف صحيح. من دخول مستشفى او ما الى ذلك. دايما البيشنت او الكلاينت بيدخل لي على سبيل المثال اللي هو التارجت اودينس بتاعه وهو عادي A كلاس او S كلاس حتى. احنا بنتكلم على بره مش اللي في مصر عشان بيدفع ده بالدولار. فبيقول لي بس انت كتير قوي، ودايما بقى بيحسبها لك ايكويفالنت وانت فاست، فاطلب برقم اقل شويه. فاقول له بالظبط كده، طب هو غالي بالنسبه لايه؟ انت دلوقتي هتقعد معايا 3 شهور او 6 شهور، 6 شهور دول انا اغير لك الهابتس بتاعتك، الهابتس دي هترفلكت على اللايف ستايل بتاعك. فانت مش هتروح اصلا لدكتور سنان عشان لو انت عندك تسوس عشان بطلت سكر، مش هتروح لدكتور سمنه وتاخد ادويه كوليسترول، فمش هتصرف، مش هتروح الصيدليه، مش هتاكل اصلا فاست فود ولا هتاكل بره كتير. هتضطر ان انت يعني ما تهلكش ولا تاخد بقى الادويه بتاعت التخسيس والحاجات دي كلها. فشوف انا وفرت عليك قد ايه مقابل مثلا $1000 اللي انت هتدفعها دي. فبيميك سنس، فبيقتنع على طول. انا مش بقنعه، بس انا بديله ان انت فعلا هتاخد يعني بيج فاليو، هي هتوفر عليك كتير قوي. ودايما بريليت الموضوع اللي هو انت بقالك كام سنه بتحاول وفشلت. خلينا نكون صراحه. يقول لي مثلا بقالي 10 سنين بحاول ابقى نفسي البس مقاس البدله الفلاني واطلع في الاجتماع ابقى. قلت له حاولت بقالي 10 سنين مش عارف اوصل. تكلفه ده بالنسبه لك قد ايه؟ كتيره جدا. مم. كتيره جدا. هي ده الفكره. راجع لمقوله بحبها جدا، بتقول لك either way you still pay. يعني سواء دفعت لي فلوس هتوصل لنتيجه اللي انت بتحلم بيها فانت دفعت، او انك ما تدفعليش بس هتدفع للحياه من خلال المحاوله والخطا ووقتك الضايع والصفقات اللي بتضيع. ايهما اغلى بالنسبه لك؟ وانت كده كده هتدفع في الحالتين. كده كده هتدفع. بس تدفع وانت متضرر ولا تدفع وانت بالظبط، وانت مغصوب ولا وانت رايق. صح. حلو قوي. عايزين نتكلم عن بقى البرودكت والسيرفيس، وليه دايما اصعب حاجه في الدنيا انا ممكن ابيع حاجه غير ملموسه. تعال بقى نتكلم على السايكولوجي بيهيفير للكلاينت نفسه. طول ما الحاجه هي موجوده قدامه هي بتبقى سهله برضه نوعا ما. اما تبقاش موجوده لا، انت بتبيع لي، انت نصاب، انت بتبيع لي الهوا. كلمني بقى، وازاي امباثايز اصلا السيرفيس ان هي تتباع بسهوله البرودكت بتاعتك دي. يعني انت كل اصلا شغلك يعني بص حاجه ماتيرياليستيك. اوكي، انت عمرك ما هتقدر تخلي الموضوع بسهوله انك تبيع ماتيرياليستيك برودكت، والموضوع كله راجع للحاجات اللي احنا اتربينا عليها من صغرنا. ان الحاجات الماتيرياليستيك احنا بنشتري العاب من واحنا صغيرين، بنشتري فيديو جيمز، بنشتري حاجات ماتيرياليستيك على طول. والانفورميشن بالنسبه لنا كانت كابوس من ايام المدرسه. فعشان كده اصعب حاجه انك تبيع معلومات، خاصه في الزمن ده لو كل اللي انت بتبيعه هو معلومات. يعني لو انت بتبيع كورس هو كله عباره عن معلومات فقط، فانت حرفيا بتنافس يوتيوب وشات جي بي تي. على عكس شات جي بي تي احسن، لان انا هدخل هوصف له حاله جسمي، هوصف له المشاكل اللي عندي. انا عندي السكر، عندي رباط صليبي، اديني دايت بلان واديني مثلا يعني خطه للتمرين، هيعملها لي كاستمايز جدا وجدول وكل يوم تاكل ايه اند سو اون. فلو انت بتبيع كورس فقط، لا، شات جي بي تي يكسب. وده اللي مصعب الموضوع على ناس كتير، ان هم بيبيعوا معلومات فقط. لكن لو رجعنا تاني، انك ايه القالب اللي العميل عايز يعمله عشان يحول المعلومات لعرض لا يقاوم. ممكن يكون العميل بتاعي اوكي هو مش عايز معلومات بس ممكن يكون هو عمره ما نزل جيم قبل كده، فبالنسبه له هو حته ان هو ينزل الجيم ويمسك دمبل 2 كيلو في الوقت اللي الناس كلها في الجيم بتتمرن ب 50 و100 كيلو في كل دراع، بالنسبه له هيحس قوي ان هو نكره ولا حاجه. فايه اللي انا ممكن اقدمه؟ لا، ده احنا ممكن ندي لك مثلا تمارين تاهيليه من البيت تشتغل عليها شهرين، بحيث لما تنزل الجيم ما تبداش مثلا ب5 كيلو، تبدا ب10 كيلو، يكون شكلك زي المواطن الطبيعي في الجيم. طب بس انا حتى لو رحت الجيم مش هاكل كويس وبالتالي مش هوصل لشيب. لا، هنقدم لك وصفات جاهزه تقدر تعملها من البيت. لا بس انا ما عنديش وقت اعمل الوصفات، هنقدم لك خدمه دليفري تقدر توصل لك لحد ما من البيت. انا حاسك كنت شغال معايا.
ما كله راجع للي انا قلته لك. كل مشكله هي فرصه لتقديم عرض فعال. هيتحجج بالوقت هنعمل لك ديليفري، هيتحجج بان هو مفيش كوميون، او ان هو حتى لو الاكل الصحي جاله هيفقد عزيمته لما يقعد ياكل وسط اهله. ما تخافش، هتكون وسط كوميونتي، هتكون وسط انفايرمنت من ناس شبهك، تقدر دايما ان انتوا تشجعوا بعض عشان البيئه المحيطه بيك هي اقوى من ارادتك. ف... فدايما لو مشيت بالموضوع كده مقارنه، ايه المشاكل احط لها حل، ايه المشاكل وتحط لها حل، خلاص هنا هتقدر. تاني مش هتبيع للبيج ماسز، لان مش كل الناس، في ناس عايزه معلومات، في ناس مهما انت عرضت عليها سواء معلومات او غير معلومات هي اصلا ما بتستثمرش في نفسها. صحيح. بس العميل الصح هو هيبقى شايف دي دايموند قدام، دي حاجه مش موجوده عند حد، عشان فاهم الفاليو. عشان فاهم ولو مش فاهم انت بتفهمه. ما هو تاني مش كل الناس بيكون واضح لها الصوره. انت ليه عامل لي كوميونتي؟ انت ليه عامل لي مثلا وجبات هيلثي توصلني لحد باب البيت اند سو اون؟ يعني مش كل حاجه بتكون واضحه للوهله الاولى. وهنا بيجي دور التوعيه، يعني صعوبه المعلومات احيانا في الوعي. هل الكلاينت البريميوم لازم يكون اوير؟ على العكس، ممكن ناس تكون ان اوير بالمشكله اللي عندها، او واعيه بالمشكله بس مش واعيه بالحل. صحيح. اغلب الناس للاسف بتتنافس على الفئه الواعيه. هل انت جربت تعمل اعلانات فيسبوك قبل كده وما لقيتش نتيجه؟ طب تعالى خد كورس فيسبوك. فدي ناس بتبيع على طول، هي بتبيع للناس البرايس شوبرز زي ما قلنا، دي ناس واعيه بالحل. لكن هل انت عندك مشكله مثلا في الاي كوميرس ستور بتاعك، حاولت ان انت تبيع قبل كده، يوم بتبيع يوم مش بتبيع؟ طب الموضوع هنا ملوش علاقه بقى بالاعلانات الفيسبوك خالص، لكن انت تعمل فانل تسويقي وميزه الفانل كذا وكذا وكذا، فانت هنا وعيته بحل جديد اصلا، وبعد كده انتروديوست البرودكت بتاعك. فهنا ساعتها هو لو اقتنع بالمفهوم الجديد بتاعك مش هيقول لك السعر غالي، لانه اصلا انت بتقدم حاجه مفيش غيرك بيقدمها. انت لمست حاجه هو ما كانش فاهمها عنده، وعيته خليته يقول اها انا عندي دي. ده ميك سنس. وده اصلا الكونسبت اللي قايم عليه فكره الويبينارز. يعني الويبينارز اصلا قائمه على فكره اوكي انا هجيب ناس معايا في 90 دقيقه هوعيهم لمشكله عندهم بحل غير مألوف انا بقدمه، والحل ده انا عامل له باكجينج في الاخر على شكل الاوفر اللي انا ببيعه. فساعتها عشان كده الويبينارز بتبيع. يعني اويرنس اكتر. هي اويرنس. الويبينارز هي الويبينارز بتمسك كل حاجه فروم اويرنس تو كونفرجن. يعني مش هنقدر نقول انها ماسكه حاجه معينه، بس هي بتمسك من اول الاويرنس. ودي حاجه انت ما تقدرش تعملها في اعلان بس، يعني ما تنفعش تطلع في اعلان 90 ثانيه توعيهم وتقول لهم على المشكله والحل والبرودكت وروح اشتري. يعني انا بجيب الانكونشس كلاينتس دول بعمل لهم ويبينار بوعيهم بالمشكله، بلمس حاجه فيهم كونفرجن. يس لكن لو انت بتكلم الناس على طول في اعلان مباشر روحوا اشتروا، ده اشبه بان انت تقابل واحده حلوه في الشارع تقول لها تعالي اتجوزيني، يعني لاول مره كده، ساعتها تضربك بالقلم وتمشي. على حسب الكاريزما بصراحه. على حسب صح. ماشي. طيب عايزين نتكلم على الريتنشن والال تي في. ازاي احافظ على الكاستمر او الكلاينت بتاعي؟ وهل كنت قاعد مع واحد صاحبي امبارح، يعني فهو بارتنر معايا في حته هو قال لي كده حاجه، قلت له انت خبيث على فكره. انا من الناس مثلا ان في اول كونسلتيشن بعد ما العميل بيدفع وخلاص بحب اديله بيج فاليو. هو شايف بيقول لي لا انت بتعمل كده حاجه غلط مثلا، فقال لي عزب لا انت بتحرق نفسك لما تديله الفاليو الكبيره قوي في الاول. مش هتعرف تحافظ على عميلك على اللونج تيرم. بقول له ليه؟ بيقول لي انت قدام انت اديته النهارده 1 2 3 4 اند ذن تعملوا ايه؟ فقلت له لا، انا ما بديله الفاليو دلوقتي كبيره هو هيفهم ويبقى عنده الكونشس، فهيبقى في ريليشن شيب ما بينك وبين، انا مش عارف انا ده يعني ده لاين ده لاين، وانت برضو قول لي. هيبقى في ريليشن شيب ما بيني وبين العميل، فبالتالي انت هتحافظ عليه. يقول لي انا بعمل عكسك. بقول له بتعمل ايه؟ قال لي انا كل مره بديله حته ممكن ما تبقاش فاليو كبيره بس هي ستيل فاليو. لا احنا النهارده مثلا هنشتغل على الهرمون ابروتش. انت عارف ان انت الانسولين بتاعك لو انت اكلت الساعه كذا هيرفع فهيعمل لك فات لوس، ويسكت شكرا. لا انا ممكن اشرح بقى ليه الهرمون الابروتش بيشتغل ازاي اصلا، وايه الانسولين ده ومتكون من المره اللي بعد. انت عارف الكورتيزول ليفل ممكن يعلى عندك بسبب ان انت بعد نص ساعه تمرين يبتدي يزيد كده ويسكت، فيفضل الكلاينت متعطش انا عكس كده خالص. فانت قول لي الحته دي فعلا عشان اعمل ريتنشن للعميل بتاعي او اعمل ريتنشن ليه على اللونج تيرم ويفضل دايما
معايا لازم اعمل معاه كده ولا مش شرط خالص؟ بص، هو موضوع الريتنشن ما فيهوش صح وما فيهوش غلط. يعني هو الريتنشن قائم على استمراريه الفاليو المقدمه من ناحيتك تجاه عميلك، فالعميل هيدي لك فلوس في مقابل هذه الفاليو المقدمه دائما. يعني انت دلوقتي بتدفع او العميل بيدفع لك كل شهر، فهل هو بياخد قيمه مقابل هذه الفاليو كل شهر ولا لا؟ يس، بس لو نفس القيمه نفس حلو بالظبط. فلو انت دلوقتي بتقدم له قيمه صغيره اول شهر، قيمه صغيره تاني شهر، قيمه صغيره تالت شهر، وهو راضي، خلاص ساعتها العلاقه هتستمر. لو انت كأسامه بتقدم له قيمه كبيره كل شهر، وقيمه كبيره تاني شهر، وقيمه كبيره تالت شهر، واي نوت. لكن لو انت بتقدم له كل القيمه اللي عندك اول شهر، وخلاص ما عادش عندك حاجه، فالقيمه قلت تاني شهر، قلت تالت شهر، هيكمل معاك ليه؟ ما عادتش موجوده اخر شهر، هتفقد العميل. هيكمل معاك ليه؟ وانا فقدت عملاء بسبب ده فعلا. بتدي فاليو في الاول كتير؟ احنا وصلناهم لنتائج رهيبه في اول شهر. يعني انت بتتكلم على عميل كان جاي لنا حقق، كان بيحقق $43,000 في الشهر. اول شهر وصل ل 58,000، اوكي. ثالث شهر وصل ل $103,000. أوه. رابع وخامس شهر كان رمضان، فالاداء نزل ل 60,000، ماشي، 70,000. محتاجك تاني. اوكي، ف 60 70,000 ده بعيد عن ال 103، بس ستيل كبيره. كبير عن اللي بدأنا بيه، بس بالنسبه له كان الاداء اقل، فما كملناش. طبعا هو كانت العلاقه 5 6 شهور اند سو اون، وفي مشاكل حصلت في التيم. بس يعني اللي عايز اقوله ان احيانا ساعات لما انت بتقدم فاليو كبيره قوي في الاول، بتخلق اكسبكتيشنز عاليه كبيره قوي في الاول. فلو ما قدرتش تحافظ على الاكسبكتيشنز دي، ديفينتلي موست لايكلي هتخسر العميل. عامل زي اللاف بوينج في الاول لما تيجي تعرف على بنت تدي لك كل كل يوم حاجه. خروج على فكره بتميك سنس والله جدا. انت فعلا، حتى في موضوع العلاقات يعني اما تدي اهتمام اكسترا في الزياده في الاول مش هتلاقي بعد كده ريتنشن. لازم كل مره تدي لها حته بالظبط كده. عشان تفضل تدفع. حقيقي. طيب في حد بحبه قوي في الماركتنج. انا قلت لك من شويه انا بحب الورد اوف ماوث، انا اصلا شغلي معتمد على مدار سنين على الورد اوف ماوث يعني. انا بالنسبه لي هو يعني اقوى نوع ماركتنج. هو بطيء جدا ولكن هو بيحافظ، واكتر حاجه بتخلق لك لويال كاستمر بالنسبه لك، ويبقى ال تي في بتاعته تبقى عاليه قوي. فتعالى كده نتكلم عن جو جيرارد بتاع العربيات. طبعا. يعني احكي لي بقى عنه شويه كده. تقريبا هو باع تاريخ امريكا كلها 1503 عربيه تقريبا. في السنه تقريبا سنة، الواحده باع في 10 سنين حوالي 14 او 15 الف عربيه. مم. وعنده مقوله مشهوره وبيقول لك انت لو عرفت بس 250 واحد، مم. كل واحد جاب لك بس 5 6، انت عرفت النتورك كلها. مم. فكلمني كده اصلا السايكولوجي بتاعته شغاله ازاي، وازاي ان هو اصلا خلق الكاستمر، حوله للسيلز عنده في الورد اوف ماوث. هو الموضوع بسيط جدا، وقائم كله على ان انت being on top of mind. يعني انت تفضل دايما في وعي عميلك، مش الجديد او البوتنشال، لكن عميلك الحالي. ودي قائمه في المجالات اللي انت ممكن تكون فيها ريتنشن كبير، او ان انت ممكن العميل يشتري منك اكتر من مره. وده اللي جو جيرارد كان بيعمله. هو كان في الاول يبيع للعميل خلاص العربيه. اغلب الناس خلاص انا بعت للعميل، يلا بيها، يلا ادور على العميل اللي بعده، صح. يلا نصرف بادجت عشان اجيب العميل اللي بعده. في حين ان انت اصلا عشان تصرف على عميل جديد بياخد منك تقريبا 13 مره ضعف انك تجيب عميل اكزيستنج عندك. فعلا. يعني من 7 ل 13 دي احصائيه. فجو قال لك اوكي، انا دلوقتي عندي عميل بالفعل، ازاي اجيبه تاني؟ كان كل اللي بيعمله كان هو بيبعت كارت معايده. احنا مثلا في النيو يير فيقوم باعت كارت معايده، مثلا هابي نيو يير والتوقيع جو جيرارد. اوكي، ونتمنى نشوفك في المعرض بتاعنا اني تايم، نشرب حاجه سوا، بس كده. فطبيعي انا لو بيوصلني الكارت ده في كل مناسبه، انا لو باخد تاريخ الميلاد بتاع عميلي ببعت له معايده بسيطه والتوقيع بتاعي مثلا واسم البراند. فهل لما هيحب يجدد او يجيب فيرجن احسن، هيجدد معايا، او حد يقول له انت شاري عربيتك دي منين، هيقعد يفكر ولا لا ده جو لسه باعت لي كارت معين، ده جو ده انسان لطيف قوي ومديله الكارت ده. فده اللي خلاه سيلز مان محترم، ومش قائمه على اوت ريتش ولا قائمه على بينج بوشي ولا اي حاجه. هو شخص ديسنت جنتل، بيتعامل مع عميله كهيومن. ودي من اهم الحاجات اللي لازم موجوده في اي سيلز مان، تعامل العميل على انه هيومن، انه بشر، مش شويه الفلوس. مش شويه الفلوس. بالظبط. الموضوع بسيط قوي. طب كلمني بقى عن حته شويه الفلوس. ليه دايما سيلز مان؟ عشان الكوميشن. يعني الناس كلها للاسف عشان موضوع الكوميشن، فهو خلاص انا عايز احقق تارجت، فخليني اطلع اهنت
يعني حتى كونسبت الهانتنج ده شائع جدا في مجال السيلز. فخلاص اوكي انا شغال بيزيكلي بالكوميشن، فاي هاف تو هانت، اي هاف تو ايت، فخليني اطلع بقى اجري ورا الفريسه بتاعتي عشان اخد منها الكوميشن. فالعميل بيشم الموضوع ده. انزل كده اي مول هتلاقي فيه الكيوسكس واقفه في نص المول كده، تبقى عايز تجري بسرعه من جنبهم عشان ما يقولكش اتفضل، اصل دوق الايس كريم، اصل دوق او شم البرفيوم او وات ايفر. فالناس كلها بقت شكاكه، سسبيشس، متوجسه. فالحاجات دي كلها بقت بتخلق نيجاتيف فايبس عند اي عميل تجاه السيلز. سمعتهم وحشه. سمعتهم وحشه. حتى عملوا احصائيه من قريب في ناس كتير قوي، وعملوا لهم كده زي ليست وفيها كذا وظيفه، يعني الدكتور والمهندس والى اخره، حطوا السيلز اكتر شغلانه سيئه السمعه خدت يعني ريكورد عالي كان السيلز. يعني اصل حتى تبص لنا واحنا صغيرين، والريل استيت بالذات. الريل استيت كمان ميك سنس. التليفون يشهد، كله سبام يا باشا. احمر. ولو جيت تبص هتلاقي دايما واحنا لما نتولد واحنا صغيرين هتلاقي اهالينا دايما انت عايز تشتغل ايه؟ تلاقي دكتور، مهندس. مش هتلاقي اي حد يقول لك مثلا عايز ابقى سيلزمان، عايز ابقى مندوب مبيعات. مع ان لو بصيت لها هتلاقي اي شخص غير العالم كان محترف فكره السيلز. اي نبي، يعني الديانات السماويه والاقناع، ما هو ده ايه؟ ما ده سيلز. طبعا في ناس ممكن تهاجمني على الكلام اللي بقوله، وازاي انت تدني الديانات وتقول عليها سيلز. اتعرضت لهذا الكومنت قبل كده. السيلز بيهيفير، السيلز انا شايفه هو بيهيفير. انا مقتنع بعقيده معينه ان ان الاسلام هو افضل دين على سبيل المثال. في كفار، في ديانات تانية هتهاجمني على سبيل المثال. it makes sense، لان انا بقول حاجه مختلفه. انا بقول حاجه عقائديا شفت الموضوع كبير قد ايه عقائديا مختلف فاتهاجمت. فانت برضو لما هتبقى عايز تبيع السلعه بتاعتك، انت ممكن ناس تهاجمك، ممكن ناس مش فاهمه تهاجمك، وات هابنز، بتحصل. ميك سنس، صح. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بينفثايز القران والاسلام، ما كانش بينفثايز اسلام، هو كان بيقول لك انت هتاخد ايه اما تبقى مسلم. بيبيع هويه. الهويه ان انت هتبقى مسلم، انت ايه الجايزه اللي هتاخدها في الاخر؟ الريزلت، النتيجه، الجنه. فانت اصلا حتى لو انت اتعلمت المفاهيم دي كلها، يعني دي حاجه جات لي والله وحي اللحظه دلوقتي. لو انت دخلت على شات جي بي تي وقلت له علمني السيلز بنفس مفاهيم النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، فممكن بقى يبتدي يحكي لك اساليب للسيلز بتاعت النبي. لما راح واتهاجم والناس حدفوه بالطوب، وسيدنا جبريل نزل له قال له هل تحب ان انا اقلب عليهم الارض؟ قال له لا، انهم لا يعلمون. وكان في فولو اب بعد كده واسلموا بعد كده. صح، ريجكشن وبعدين فولو اب، ريجكشن وبعد كده فولو اب وبعد كده اسلموا. الله، ده ايه الجمدان ده. فعشان كده انا مقتنع جدا بالمقوله دي. بمناسبه الريجكشن، خليني اديك تحيه عشان اللقطه اللي انت كنت لسه قايلها دي جامده جدا بصراحه، يعني انا مبسوط، انا كيف. بالنسبه للموضوع ريجكشن، هل شايف السيلز مان الشاطر اللي بياخد يس اكتر، ولا السيلز مان الجامد اللي يستحمل كام نو وكام ريجكشن؟ اصل انت عمرك ما هتاخد ياس كتير غير لما هتاخد نو كتير. بس هي الفكره كلها زي ما كنت برجع بقول لك، هي برضه معتمد على حجم الصفقه اللي انت بتبيعها. يعني انت حتى لو بتبيع صفقه كبيره، يعني اصل انت منين بتقولي ما ينفعش انت تبقى بوشي وفي نفس الوقت انا برضو لازم، فاهم قصدي؟ العميل مش لازم نوز مع نفس العميل. يعني مش لازم افضل ازن على نفس العميل لحد ما العميل يشتري. هي نوز من الناس كولكتيفلي. اوكي انت شوف اي شخص سيلز بدا بنسبه كبيره كان بوشي في تاريخه. اول ما بدا هو مش فاهم، هو شايف الناس اللي بتعمله فيه فهو بوشي زيهم. فخدت نو ورا نو ورا نو، بس انت لسه لازلت عندك الاستامينا انك تفضل مكمل مع كل هذه النوز لحد ما اجيب 1 يس. فايفنشولي اتعلمت ان انت مش لازم تكون بوشي، اتعلمت ان انت في اساليب افضل للسيلز بدون ما تكون بوشي. فابتدت النوز تقل والياسز تزيد. بس هل معنى كده ان انت هتوصل لمرحله الياسز اكتر من نو؟ نيفر. يعني احنا دلوقتي حتى لما بنيجي في ويبينارز او لما بنيجي في اي حاجه هتلاقي دايما نسبه الكلوزنج ريت او نسبه البيع. لو انت في ويبينار هتلاقي البنش مارك 3%. حتى لو انت وصلت انك تبقى عندك يعني براند اويرنس وبراند ايدنتي محترم، انت معروف. يعني لو جينا نشوف واحد زي راسل برونسون، معروف جدا في مجال ال1 تو ميني سيلز على سبيل المثال، وهتلاقي بيعه مثلا في ال1 تو ميني سيلز 10 12%. يعني 10 12% من الموجودين بيقولوا يس،
و88% بيقولوا نو، 90% بيقولوا نو، ومع ذلك ال10% دول بيجيبوا له ملايين. فانت مش محتاج يسس كتير عشان تكسب فلوس، انت كله متعلق بالديل سايز، انت بتبيع صفقه عامله ازاي. لو انت بتبيع صفقه قليله كديل سايز، ساعتها انت هتبقى مهووس بانك تجيب يسس كتير. لكن لو انت بتبيع ديل سايز كبير، لا فكر فيها. لا ده انا ممكن اجيب 1 يس اوت اوف 100 كول انا هعملهم، بس ال1 يس دي مثلا ب $100,000 على سبيل المثال، وده اللي بيعتمد عليه الريل استيت او الريل استيت بروكرز. يقعد شهور ما يبيعش، بس يجي في يقعد خبطة. شهور ما يبيعش، بيبيع لويل كلاينت، فخلاص الصفقه دي لوحدها هتقلب الدنيا. هل دي نبع علشان هو بيدور في المحيط الغلط وبعد كده لقى التارجت اودينس بتاعه، ولا نبع من ان الكلاينت البريميوم صعب قوي ان انت تخليه يشتري؟ لا هو مش صعب قوي عشان تخليه يشتري، لكن احيانا بيكون في بريميوم كلاينتس بيكونوا بسميهم سوفيستيكيتد كلاينت، ليه؟ يعني من النوع اللي هو عايز يفهم. يعني هو مش عشان هو رخم، لكن هو عايز يفهم هل انت فعلا هتديني الفاليو اللي انا منتظرها ولا لا. هو ما عندوش مشكله فلوس، هو مقتنع ان هو هيصرف فلوس طالما الفلوس دي هتساعده يرتاح، لان هو اوريدي عنده فلوس كتير، هو بيشتري راحته. بس هل انت هتوفر لي الراحه ولا لا؟ لان زي ما كنا بنتكلم في سكامرز كتير، في ناس كتير بتبيع الوهم. فهنا ده خلق ان في حد اسمه سوفيستيكيتد بريميوم كلاينت، هو بريميوم بس سوفيستيكيتد. فهل انت هتقدر تتعامل معاه صح عشان يشتري ولا لا؟ لكن هو مش صعب، هو هيشتري، either ways هو يشتري. هو هيشتري منك او من غيرك، بس انت فاهمه ولا لا؟ لان احيانا في ناس انا هفرض عليك اللي عندي. ده احنا ليه مش عايز تشتري؟ ده احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. ده احنا عندنا شقه 200 متر فيها 4 اوض في مثلا في الدور الارضي على جنينه. بس ممكن العميل عنده اوبجكشن، ده انا عندي عيال صغيره لو سبتهم في الجنينه ممكن يطلعوا على الطريق. فانت ما سالتوش اصلا انت بتدور على ايه. فانت لو سالته بتدور على ايه هيقول لك انا عايز شقه في دور عالي عشان تكون مثلا الاولاد ما تعرفش تجري، فانت هنا هتكستمايز السوليوشن عليه. فما ما تفرضش الحل اللي عندك على العميل وبعد كده تقول هو العميل ما بيشتريش ليه. انت اللي ما بتسمعش العميل عايز حد يسمعه. زي اول في فول ستريت لما يقول لك سيل مي ذات بن، انت لازم الكونسبت بتاع اللي انت بايع القلم اصلا، مش هتقعد تقول ده قلم بيكتب، ده قلم خط انت عايز حلو، قلم ده ليه؟ خد ورقه اه واكتب. انت معكش قلم، خلاص انت محتاج قلم. الموضوع بسيط جدا. الفكره اللي هو انت في نيد بالظبط. and then انت بتفulfill that need. امم make sense. خلينا نتكلم على الفانل الاول بقى، وازاي اجذب العميل، وان انا احطه جوه فانل بتاعته وامشيه في البايب لاين مظبوط لحد الكلوز. اوكي، اول حاجه من وجهه نظري او اكتر اعتقاد شائع عند الناس مغلوط، ان انا محتاج تقنيات معقده عشان اجذب العميل. محتاج فانل، محتاج سيستم، محتاج حاجات كتير قوي، واللي هو موجود او لازم. بس الاهم من كل ده هو الرساله بتاعتك. ايه رسالتك التسويقيه، او اللي انا ساعات بسميها العقيده بتاعتك. ايه الحاجه اللي انت بتقولها عشان تجذب العميل ده، عشان يعرف ان انت الشخص فعلا اللي هيحل له المشكله دي. ودي هتلاقي في ناس كتير حطها على البايو عندها. في ناس كتير بتحط بايو عشوائي على سبيل المثال، مثلا فيتنس نيرد، traveled 50 countries for مثلا for inquiries DM. شخص عادي، سلعه عاديه منتشره. انت سمبي انت كده سمبي. لكن العقيده اللي انا بتكلم عليها، او المعادله البسيطه اللي بتجذب جمهورك، هي انا بساعد جمهور يحقق نتيجه بدون شيء مكروه باستخدام نظام معين. دي لو حطيتها بس على البايو تفرق جدا، لان الناس اول ما بتنزل عندك على البايو هي شايفه ده انا الفئه دي، ده انا فعلا مريت بالحاجات اللي انا بكرهها، اللي هو بيقول لي بدون الشيء المكروه. انا فعلا جربت الشيء المكروه ده باستخدام وسيله ما اعرفهاش. ده بالنسبه لي بلو اوشن، حاجه انا ما اعرفهاش. فهبقى ساعتها انترستد ان انا اسمع الشخص ده حتى لو سعره غالي، بس هو ساعتها بيتكلم في حاجه مختلفه، ما عادش هنا سلعه منتشره عند الناس. رقم واحد لازم تبقى حاجه بلو اوشن ومش موجوده او ندره، مش شرط تبقى ريد، يعني شرط تبقى ريد. الصياعه هنا انك تغلف الحاجه الريد اوشن بحاجه تغليف بلو اوشن. اوكي يعني احد الحاجات او احد الفريم. أليكس هرموزي كان بيقول كده باي. بالظبط، يعني هي احد الحاجات اللي انا بحبها جدا في الموضوع ده، ان انت يكون عندك فريم ورك او يونيك فريم ورك على شغلك. على سبيل المثال انت مثلا بتساعد الاكزيكتيفز ان هم يوصلوا لفورما اند سو اون ويظبطوا جسمهم، فانت ممكن تعمل فريم ورك اسمه فورما.
على سبيل المثال حيث الاف هي مثلا وات ايفر، الاو هي كذا، الار هي كذا. تمام، دي كلها ستيبس في السيستم عندك، دي حاجات انت بتشتغل بيها، بس بتوصل العميل لنتيجه معينه. فالعميل لما بيقول ده انا عمري ما سمعت عن منهجيه فورما دي، فاوكي كان يو تيل مي مور، قول لي اكتر. فده اللي بيخليك ساعتها مختلف. ساعتها عشان العميل ده يقرب منك وينزل في البايب لاين هتعمل له سيستم، بس حتى لو انت عندك سيستم وبتكلم العميل برساله غلط، ايه اللي هيجيبه اصلا؟ يعني ساعات المشكله بتقف في عرض الرساله بتاعته اصلا، بالظبط، مش المشكله في ان السيستم. العميل اول ما يسمعك يقول انا ده. يعني في مره مدربه دخلت معايا في استشاره، وطبيعي اول حاجه انا بسالها للناس مين جمهورك وايه النتيجه اللي بتساعده يوصل لها. فقالت لي انا جمهوري هم السيدات، وبساعدهم ان هم يكتشفوا الفيمينين انرجي ويتخلصوا من الماسكلين انرجي وشويه كلام غريب انا ما فهمتوش. فقلت لها لحظه واحده، يعني هل دي رساله بتدور بعقل جمهورك كل يوم؟ يعني هل جمهورك لما بيصحى الصبح بيقول ياه انا نفسي اتخلص من الفيمينين انرجي والماسكلين انرجي اللي جوايا؟ مفيش حد بيمر بالرساله دي. عشان كده لما بيعملوا اعلانات بيلاقي 0 لايك 1 لايك، وفي الاخر تلاقي ال1 لايك ده جوزها. يعني تلاقي حاجات غريبه. الموضوع كله مش في ان الجمهور ما عندوش وعي، او ان انا مش عارف اوصل للاي كلاس. هو انت حتى لو وصلت للاي كلاس والاي كلاس مش فاهمك، هيشتري ليه؟ ايه الحاجه اللي هتخليه ينزل في البايب لاين عندك؟ دي حنيكه كده دي يا معلم. بالظبط. ليه مشغله اغنيه طول ما انا صاحبة حقوق عمري بقى منكسر؟ صعبه قوي دي. ماشي طيب، يعني مش دايما المشكله في السيستم، ممكن يكون السيستم بسيط وواضح. however ان طريقه العرض نفسها او الحاجه اللي انت بتقدمها زي ما انت قلت مش واضحه وانا مش فاهمها، انا هشتريها ليه؟ يس. اوكي. طب نفترض انا ببيع حاجه معقده جدا. انا اقول لك على حاجه انا مش بقول ان شغلي مليان تعقيدات، ولكن برضه عشان هو في حته ريد اوشن زي ما انت قلت، بس هو متغلف بلو اوشن علشان انا ببيع عندي ايدج معين. كله مثلا دلوقتي بيبيع دايت بلان، كلام جميل، ورك اوت بلان، نيوتريشن الطبيعي والدايتس المتعارف عليها التقليديه، انت هتنزل اكس في الشهر والكلام ده كله، كلام جميل. اللي انا ببيعه وانا مش ببيع ده خالص، انا ببيع لايف ستايل. يس. في حته ان انت يدخل لك حد، يعني انا كتير مثلا لما حد يدخل لي قبل ما يدخل لي يقول لي اسامه انت سعرك عالي، وانس ان هو يخلص السيشن بس هو انت ليه مش فاهم قصدي؟ لان هو فاهم خلاص الفاليو اللي انت اديله، فعرف ان هو انت هتشتغل اصلا على حته الهرمونات، تشتغل سايكولوجيكلي، تشتغل منتلي، هتعمل مايند سيت شيفتنج كامل، هتشتغل بشكل سستينبل مش شهرين ثلاثه وترد ترجع لنفس الوزن. ف بس انت عارف احيانا ممكن تكون الايدج في ان انت اصلا تغير طريقه تفكير العميل في حاجه معينه. ازاي؟ بمعنى انا دلوقتي لو انا كوتش على سبيل المثال وعايز اقول ان الايدج بتاعتي هي المايند لا سيت، انا حاسك كوتش، لان انت فعلا يعني بتتكلم على السيرفيس اللي احنا بنقدمها، انت تعرف تبيعها، يعني من غير ما اقعد معاك انت. عشان اشتغلت مع مجالات كتير. فكل هي الموضوع برضو زي ما بقول لك هو مشكله، اعرف المشكله اللي عند العميل هتعرف لا تقدم لها حل. الموضوع بهذه البساطه. انت قلت لي كوت من شويه اللي هو ايه؟ فورمه. لا كوت بتاعت المشكله والحل دي، ان انت بتقدم كل مشكله هي فرصه لتقديم عرض فعال. الله جامده دي. اوكي. على سبيل المثال انت لو عايز تغلف المايند سيت ان هي دي الحته البلو اوشن بتاعتك، بس ممكن العميل اصلا معظم الناس مقتنعه انها مش محتاجه مايند سيت، مع ان كل الناس محتاجه مايند سيت باي ذا واي. بس الموضوع هنا بيحتاج توعيه، ودي يمكن الحاجه الصعبه اللي في مجال الكوتشنج، ان مش كل الناس فاهمه المراحل اللي الناس تنزل فيها. فعلى سبيل المثال لو انت بتبيع دايت بلانز بس بتلعب على جزء المايند سيت وشايف ان دي اقوى حاجه عندك، فممكن تلفت نظر العميل للموضوع ده. يعني كم مره انت جربت فيها دايت بلانز وما مشيتش في ولا واحد فيه؟ في الحقيقه ان الاحصائيات بتقول ان من كل 4 في واحد بس اللي بيكمل على دايت بلان لمده سنه. وهنا والاحصائيات الثانيه بتقول ان انت لو مشيت على اي دايت بلان لمده سنه هتخسر وزن. بس ليه واحد من كل 4 هم اللي بيكملوا لمده سنه؟ ده لان المشكله مش في الدايت بلان، المشكله فيك. اوكي. اوكي. فيك، في عقلك، في الكونسيستنسي، في انك تفضل مكمل على حاجه. وانا هنا عشان اساعدك انك مهما كان الدايت بلان اللي انت عايز تمشي عليه، انا هنا اخليك تستيك عليه، اخليك تبقى كونسيستنت، اخلي عندك اراده انك تفضل كونسيستنت على الحاجه. يبقى انا اصلا سبت الدايت بلان خالص. انت هنا ما بقتش بتنافس الناس اللي بتبيع دايت بلان ب $10، انت هنا بتلعب في حته ثانيه لوحدك.
لان هو عارف هنا اوكي انا كده مش محتاج اصرف على انظمه دايت، انا لو قللت وزني او لو قللت اكلي بس هخسر وزن، بس ازاي ابقى كونسيستنت. وممكن تربطها ان عاداتك لو انت فضلت مكمل عليها لمده مثلا 66 يوم، فاوكي العاده دي هتبقى خلاص هتبقى بيرمننت. اوكي، فاحنا هنشتغل مع بعض 66 يوم هنثبت فيهم العاده دي عندك، عشان بعدها ما تقعدش تنط من دايت بلان لدايت بلان لدايت بلان، لكن يبقى عندك سيستم تمشي عليه فور لايف. فهنا ايضا انت بعت باكج شهرين بدون، او 3 شهور لو انت قلت لهم 90 يوم، بدون ما تبقى محتاج تقنع، لان احنا هنشتغل على الهابتس بتاعتك، والهابتس دي محتاج كونسيستنسي، وده اللي احنا هنشتغل عليه سوا. نايس. ازاي بقى ابيع بما ان لعبتك الهاي تيكت، كلمني بقى شويه عن الهاي تيكت وازاي لو انا مش عندي براند ايدنتيتي قويه ابيع حاجه هاي تيكت ويبقى عندي كريديبيليتي بدون ان انا يبقى عندي مليون فولور على انستجرام. حلو. وابيع حاجه $1000 و$10,000. انا كوش دلوقتي طبقوا عليا، وانا بعد الحلقه لو اقتنعت هشتري. هو انت بعد كل اللي انا قلته ده لسه ما اقتنعتش؟ يعني ده عمال اضرب امثله عليك. بس عشان اكسر سعر شويه. على سبيل المثال انا دلوقتي زي ما قلت لك عشان ابيع $1000 او $10,000 الموضوع مش متعلق تماما بالفولورز، هو متعلق بحجم المشكله. فانا دلوقتي لو جيت عندي 1000 فولور ماشي، بس ده برضه بدي كريديبيليتي ان انا اكون عندي مليون فولور. ديفينتلي يعني انا هنا انا كلامي مش معناه ان انت لو عندك 1000 فولور فانت هتقدر، يعني مش ملهاش لازمه ان ما يكونش عندك مليون. انت لو عندك مليون ديفينتلي باي اول مينز ده هيسهل نجاحك. لكن احنا اشتغلنا مع مدربين عندهم تحت ال1000 فولور وكانوا بيبيعوا هاي تيكت، ارقام كبيره. يعني في مدرب سواء هو شاطر في السيلز اشتغلنا معاه، وهو عنده 700 فولور قدر من ويبينار واحد يبيع فوق $20,000. مدربه تانية اشتغلنا معاها في مجال البيرنتنج. مش عارف، بس انا عامه البرسبكتيف بتاعي لو دخلت بيج فيها الرقم ده مهويه انا خارج، انا هخرج، انا مش هكمل. ات ميك سنس. ما دي بقى النقطه. مش اوفنسيفتي خالص لا والله، بس انت فاهم. خالص. وفي زيك كتير، بس جمال الهاي تيكت ايه؟ جمال الهاي تيكت هو ان هو مش محتاج يبيع لكل الناس اللي هتدخل البيج. هو لو لقى 1 أو 2 اقتنعوا فعلا وانت حتى ممكن تعملها فريمنج. انت ممكن تستنى لحد ما يكون حد عنده مليون متابع، وساعتها مش هيديك الحرص ولا الاهتمام لان عنده مليون متابع يخلوا بالهم منه. سكيب المليون متابع ازاي؟ ابقى عندي كريديبيليتي وانا عندي 700 فولور دول وبعت الهاي تيكت ب $20,000. اديني المثال الحي ده واحكي لي عليه معلش باستفاضه اوكي، شويه. هو ما باعش التيكت واحده ب 20,000، هو كان بيبيع برنامج ب 4000 وباعوا ال 15. ستيل هاي تيكت. طبعا ستيل هاي تيكت. طبعا. بس هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان هو كان عنده كريديبيليتي من النتائج اللي عملها العملاء. فكر فيها، هل انا محتاج مليون متابع ما اعرفش جنسياتهم ولا اعرف اشكالهم ولا الوانهم، ولا ان انا اكون حاطط 3 4 5 قصص نجاح كلهم حققوا نتائج رهيبه؟ صح. صحيح. فبالتالي اصل كله راجع لمعادله القيمه اللي قالها أليكس هرموزي. انا عشان ابيع قيمه كبيره بسعر كبير كله متوقف على النتيجه في درجه اليقين مقسوم على وقت وجهد وتضحيه. فانا لو زودت البسط جدا النتيجه عاليه جدا، درجه اليقين عاليه جدا في ان انا هحقق النتيجه، وقللت الوقت والجهد والتضحيه عشان اوصل للنتيجه، هتبقى القيمه عاليه. طيب كله هنا اللي انت بتتكلم فيه بيلعب على درجه اليقين. اسلام ازاي اخلي عندي درجه يقين عاليه لو انا ما عنديش مليون متابع؟ خلاص خلي في عند عميلك يقين من نوع اخر. يقين يا في عملائك ان هم حققوا نتائج، يا فيك انت لو ما عندكش عملاء، هل انت مشيت الرحله دي قبلهم ولا لا؟ يعني انت بتديله برضه ايدج الكريديبيليتي، ولكن مش ان هو يبقى عنده يقين ان انت عندك علامه زرقاء و100 100,000 مش متابع شرط. هو مثلا. العميل عايز في الاول وفي الاخر هل انت جربت الموضوع ده على عميل عندك او على الاقل على نفسك؟ مش هقول لك ساعتها برضو ان الموضوع هيكون واو هتبيع مليون هاي تيكت في الشهر. ممكن في الاول وانت ما عندكش اي قصص نجاح وعملت النتائج ليك انت بس، تشتغل مع واحد. خليك مهووس ان الواحد ده يحقق نتائج. فلو حقق نتائج هتحط النتائج بتاعته على البيج عندك، هو هيجيب لك ريفيرال، فالريفيرال هيشتغل معاك. خليك مهووس انك تحقق للريفيرال نتائج، هتاخدها وتحطها على البيج عندك. أليكس هرموزي عنده كونسبت برضه بحبه جدا في الموضوع ده. انت هتشتغل مع الناس لفتره، ولو حققوا نتائج رجع لهم فلوسهم تاني. يعني انت هتبيع له مثلا باكج $1000 وين يور ماني باك. وين يور ماني باك بالظبط. انت هنشتغل سوا $1000. ايه ده $1000 كتير، بس في حاجه، لو حققت النتائج وانا هشتغل معاك عشان تضمن ان انت تحققها، انت هتاخد فلوسك كلها تاني. فهنا انت عندك ايه تخسره اصلا؟ وانا كسبت ايه؟ يعني انت كسبت تستمونيال، كسبت ان انت يعني بشرط اوكي
هل تسمح لي بعد ما اساعدك توصل لنتائج وارجع لك فلوسك اخد في المقابل قصه نجاحك، اساعد نفسي في تسويق البرنامج ده؟ طبعا يبقى مجنون لو قال لك لا. طب ما تشتغل معاه فور فري من الاول. لا، ليه؟ لان those who pay attention. هو لو ما دفعش مش هيبقى عنده skin in the game، مش هيبقى عنده commitment اصلا. لكن هو ده، ودي احد الحاجات اللي المنتور بتاعي عملها مره. دخل مره في برنامج خساره وزن ب $13,000. هو اجنبي. التيكت الواحده $13,000. بس في كافيات في الموضوع، في حاجه، لو خسرت 10% نسبه دهون في ال3 شهور هتاخد الفلوس كلها تاني. ففكر في الموضوع، انا دلوقتي داخل على حاجه دافع فيها $13,000. انا وش لازم اخسر 10 دهون. لازم. ليه؟ لان انا عارف ان انا لو خسرتهم خلاص انا خسرت وزن وخدت فلوسي. I have nothing to lose. ولو ما خسرتش وزن فخلاص. طيب هتقولي طب الشخص التاني استفاد ايه؟ ما انت فكر في الموضوع. هو لما هيشتغل، لما هيعمل الموضوع ده مع اول 10 وبعد كده يرفع سعر التيكت من 13,000 ل 20,000 وعنده 10 قبل كده اشتركوا معاه ومش محتاج ساعتها يعمل الجارانتي دي. فعشان كده هو الموضوع البيع الهاي تيكت ازاي تقدر تخلق جارانتي ويقين عند عميلك. مهما لو خليت اليقين والجارانتي انسين بس عشان تكسب عميل في الاول، العميل ده يجيب لك عميل يجيب لك عميل يجيب لك 10، خلاص انت هنا بقى عندك 700 متابع بس عندك 20 متابع كلهم حققوا انسان ايه ريزلتس. اللي يضمن له الجرانتي ده؟ هو في الاول وفي الاخر برضه كلها بروميسز، انت بتبيع لي هوا. ماشي. حلو يا جميل. انت دلوقتي اسلام قلت لي اعزب انا اوصلك ل 1 2 3، انت هتبيع هاي تيكت اكس في الشهر. ماشي. ايه الجرانتي؟ اوكي، اي ايه اللي يضمن لك؟ لا انا بسالك ايه اللي يضمن لك؟ ايه الجارانتي اللي انت عايزه؟ ريزلتس. اوكي، وازاي نقدر اضمن لك الريزلتس؟ ان احنا نبدا. اوكي، وازاي هنبدا دلوقتي لو احنا ما فيش اي كوميتمنت منك؟ علشان تشوف كوميتمنت مني لازم اشوف تستمونيال من عندك تثبت لي ان فعلا في ناس في نفس الكيس بتاعتي او شبيهه هي وصلت. كان ما يجيبليش واحد عنده مثلا 2 مليون متابع اوكي وواصل. اوكي. طب انا حاليا لسه عامل البرنامج ده جديد عشان انا ما عنديش غير النتائج اللي انا حققتها فيا، لان انا خسرت 40 كيلو من وزني وانا بزنس اونر عندي وقتي مزدحم دايما وعايز ابدا المجال. اديني مثال على انا فعلا انا عايز ابيع بالرقم ده، انا فعلا اوكي. ويلنج وعايز ابدا. طب انا بتكلم معاك اهو، انا هنا برد على اعتراض على فكره. اوكي ماشي. اوكي، فاللي هو انا ما عنديش قصص نجاح بس انا طبقت الموضوع ده عليا. اوكي، الحاجه اللي بوعدك بيها طبعا انت ليك كامل الحريه انك ما تشتريش، بس الحاجه اللي بوعدك بيها ان السعر ده هو فقط للناس اللي ناويه تاخد الريسك دي معايا، اللي ناويه اوكي انت شفت ان انا حققت في نفسي انا قصه نجاح. ما عنديش مئات من قصص النجاح عشان دي حرفيا اول مره هشتغل فيها مع حد، بس عشان انا ما عنديش قصص نجاح فانا هشتغل معاك بكامل طاقتي عشان اخليك قصه نجاح، عشان استخدم قصه نجاحك في التسويق لبرنامجي. فانت هنا الخيار قدامك. اوكي، هل انت ناوي تاخد الريسك ده معايا بسعر لن يتكرر تاني؟ يعني السعر ده وقت ما يبقى معايا 10 قصص نجاح مش هتشوفه تاني، او انك تشوف حد عنده مئات قصص النجاح، الاف قصص النجاح، بس ما عندوش الوقت. هو اوريدي عنده بيزنس، البيزنس بتاعه داير، ما عندوش الاهتمام ليه، مش فارق معاه حتى ان انت حققت او ما حققتش، هو بالفعل عنده قصص نجاح. جميل. هل اقدر الجنريت بيزنس بتاعي ان هو يحول بدل ريفينيو ستريم مثلا وليكن $5,000 في الشهر؟ مش هروح بعيد. ال $50,000 في الشهر بعد 3 شهور لا مش دوبل. لا، الدوبل انك تطلع من 50,000%. ليه انك تطلع من 5000 ل 50,000 not as easy لسبب واحد. دايما ببص للبيزنس على انه ستيجز. يعني ايه ستيجز؟ اوكي، انت عشان تطلع من 0 ل 10,000 ممكن يبقى اصعب انك تطلع من 10,000 ل 50,000. فعلا ليه؟ انت عشان تطلع من 0 ل 10,000 عندك هنا رود بلوك كبير قوي، هو مايند سيت بنسبه كبيره، ان انت لازلت مش مقتنع اصلا ان انت ممكن تحقق $10,000. لسه ما عندكش السيستمز اللي تسمح لك انك تطلع ل $10,000. لسه ما عندكش الفريق، لسه ما عندكش تيم السيلز، لسه ما عندكش الاوفر القوي، لسه ما عندكش البرايس اللي بيدعم الكلام ده. لكن وانس ما انت طلعت ل 10,000 انت طلعت لها عشان انت حققت قصص نجاح، عشان انت يمكن عملت سيستم معين، يمكن انت عينت حد سيلز، فهنا ده هيساعدك توصل بسهوله لل 50. طب اديني كيس ستادي كده حاضره في دماغك طلعت من 0 ل 10,000 معاك وعملت 1 2 3 كده باختصار. مش هحكي لك قصه انا ذات نفسي. انا كان اول شهر حقق فيه $10,000 كان الاصعب بالنسبه لي، وخدت مني سنين على فكره. سنين. بعدها من 0 ل 50 في الشهر، مش هقول لك ان انا حققت 50 في الشهر، اعتقد اقصى رقم وصلنا له كان 34.
بس كان اسهل بكتير من اللي انا قضيته في الصفر ل10. ليه؟ علشان اولا بقى في تيم، بقى في اوفر قوي. الاوفر اللي انا قعدت سنين بحاول اكتشف هو ايه الاوفر ده اصلا، يعني فعلا الموضوع صعب. مش صعب يعني. يمكن المنهجيه اللي احنا عملناها، منهجيه رساله اللي انا حاليا بعملها او اللي بشرحها في برنامجي التدريبي، هي بتحل المشكله دي. يعني انا زمان كان واحد عندي خبره كتير. البرنامج ده ممكن اطبقه عليا او انا؟ هو شغال مع الكوتشز، لو انت كوتش هيشتغل معاك. بكام؟ $3000. في الشهر؟ لا ولا هو one time one payment؟ time payment. هيرجع لي فلوسي في قد ايه؟ والله على حسب، ممكن ما يرجعش، على حسب انت عايز تخليه. ما فيش كده جارانتي اهو. ما انا لسه بقول لك اهو، على حسب are you willing to make it work ولا لا. اكيد لو دافع $3000 اكيد لازم. خلاص احنا اوريدي اشتغلنا مع مدربين وحققوا نجاحات، ايه يمنعك من انك تحقق نفس النجاحات؟ ان اكيد في ناس برضو يعني سبسكرايب معاكم وما حققوش نجاحات، صح؟ بالظبط. فكرك ليه ما العيب بقى حققوش في نجاحات؟ الكورس ولا العيب ما انا فيهم ان هم لسه مش بقول لك كومبليت؟ ليه ما حققوش. ما في ناس حققت، ليه هم ما حققوش؟ ليه ما حققوش؟ بس ما اعرفش بس انا بوصلك الناس اللي ده لما يكون حد فاهم سيلز بقى ويدخل معاك. هم اللي اشتركوا معاك. ليه دخلوا وما حققوش نتائج يا اسلام؟ لا بامانه والله، من وجهه نظرك لو حد دخل برنامج فيه قصص نجاح وهم ما حققوش، ممكن يكون ايه السبب؟ he didn't follow the system. ايه تاني؟ مش واثق ان هو ممكن يحقق الرقم ده. اوكي، ايه تاني؟ ما عندوش كور فاليو كبيره بالظبط. يعرف يقدمها لجمهوره. حلو. انا بحاول اكوب معاك، انا ما لا اعرفش حلو انا. حلو، انا قصدي كلها اعتراضات عند المدربين. طيب لو افترضنا وده موجود، ان احنا حلينا مشكله الكور فاليو من خلال تاني موديول عندنا في البرنامج اللي اسمه effective high ticket offer، فانك تبني اوفر قوي لجمهورك. اصلا اسمها لوحده ابن ناس، انا اشتريت، فاهم اللي هو افكتيف هاي تيكت اوفر. افكتيف، فاهم؟ بص هي منهجيه رساله 6 خطوات، هي حرف نفس اللي انا قلت لك على منهجيه فورما، فهي RESALA. اوكي. الار هي رسالتك التسويقيه. الاي effective high ticket offer، ايه الهاي تيكت اوفر اللي انت بتعمله. الاس سيلز فانل اللي هتبيع الهاي تيكت اوفر. الاي اويرنس، انك تخلق الاويرنس بالمنظومه اللي انت عملتها. ال هي ليد جنريشن، انك تخلق نيد على الحاجه اللي انت بتعملها. والاي هي الادز، الاي الاخيره. فهي كل حاجه فيهم مبنيه على الحاجه اللي قبلها. فردا على الاوبجكشن اللي عندك، لو احنا دلوقتي خلقنا الوعي، خلقنا الثقه، لانك شفت نماذج زمايلك بيحضروا معاك المكالمات وبيبيعوا هاي تيكت، كده يتفضل ايه؟ كده يتفضل بس ان انت مش واثق انك ترفع السعر، ودي هنشتغل عليها سوا، لانك هتشوف ناس زمايلك في مجال الامومه بيبيعوا ب$1000، فايه يمنعك وانت بتحل؟ لو رفعت السعر هيخيشوا مني، ما حدش هيجي. مين اللي هيخيش؟ الكلاينتس. انهي كلاينت؟ نقف وقفه هنا بقى. اوكي. يعني الهاي تيكت كلاينت مش هيخيش، البريميوم كلاينت مش هيمشي. هو البريميوم كلاينت بالنسبه لك $1000 بالنسبه له كتير؟ بعض البريميوم كلاينتس ممكن يبقى عشان هو مش فاهم الفاليو اللي هياخده، مش عارف. بالظبط. وبالتالي هو اللي هيخيش منك 100% هو العميل اللي انا بسميه العميل الكابوس. العميل الكابوس هو ايه؟ او وصفي للعميل الكابوس، حيث ان ده كونسبت انا بقوله كتير. العميل الكابوس هو اللي تلاقيه دافع لك 1000 جنيه، $20، ويمص دمك بيهم. فامباير، تايم فامباير، يقعد يمص دمك في كل حاجه. ده انا دفعت لك فلوس وما لقيتش النتيجه، ده انا دخلت معاك مكالمه فين الكورس، ما جاليش الكورس ليه؟ يستعبدك بال1000 جنيه اللي دفعها. في حين ان الكلاينت البريميوم اللي يدفع لك $1000 واكتر، هو مش محتاج من وجهه نظري نفس المجهود عشان تبيع لل$100، وفي نفس الوقت لما بيدفع بيقول لك كلمه واحده: شكرا. فبالتالي انت اصلا لما بتيجي تدور على البريميوم كلاينت ده، او لما تيجي تقول لي مش هتلاقي العميل، هو العميل موجود، بس هل انت موجود؟ هل انت اللي موجود؟ يعني هل الحل بتاعك للعميل ده موجود؟ ما الناس بتدفع آلاف وعشرات الآلاف في كل حته. النيد موجوده، الحل مش موجود. بالظبط. بس فهمتك. شوف طوابير الايفون اول ما بينزل $2000. وانت يعني انت ممكن تساعدني ان انا ان احنا نكواليفاي حل معين. يعني دلوقتي جيت لك فقلت لي حسب انت اللي انت بتبيعه ده اي هاتش، ده هوا، انت ممكن تعمل 1 2 3، ولا انت مش بتساعدني في دي؟ يعني انت بتميك شور ان انا خلاص دفعت ال 3K دول، فانا لازم اوصل عن طريق ان انت هتدور لي على حته مثلا بلو اوشن، وانا ما عنديش حته بلو اوشن اصلا. ده اول حاجه بنشتغل عليها في حرف الار. يعني احنا لما بنيجي نشتغل في الرساله التسويقيه، اول حاجه خالص، احنا بمناسبه الموجه الرابعه والاي اي، فاحنا برنامجنا اسمه رسالتك اي اي. فهو كل حاجه عندنا ممكن تتخيلها في البرنامج ليها اي اي ايجنت بيحلها فعلا. بيساعدها. فاسلام انا محتار ما بين كذا حاجه. انا بحب السيلز وبحب المايند سيت وبحب التسويق، فمش عارف اعمل برنامج هاي تيكت في ايه.
فعندنا مساعد اسمه رشاد عشان يرشدك في الحته دي، عشان يخليك. هو شغال على منهجيه يابانيه اسمها الايكيجاي. فالمنهجيه دي بتشوف مثلا انت بتحب ايه، العالم محتاج ايه، وايه الحاجه اللي الناس مستعده تدفع فيها فلوس. في تقاطع كده 4 دوائر مع بعض، انت اللي مبرمجه والحاجات دي. مبرمجه على الموضوع ده بحيث انه يساعدك يلاقي لك الحته الفريده بالنسبه لك. طب بعدها بيدخل معاك على مساعد تاني اسمه فهيم، بيساعدك تفهم جمهورك او يفهم البريميوم كلاينت بتاعك، فتطلع رسالتك التسويقيه. تدخل بيها بعد كده على مساعده تانية اسمها فكره، تساعدك تطلع بالفكره التسويقيه الفريده بتاعتك البلو اوشن. تدخل بعد كده على رؤى اللي تعمل لك رؤيه الهاي تيكت اوفر بتاعتك. انا حبيت رؤى. اوكي، فهو داخل معاك في كل ستيب في اي اي ايجنت. مش كده وبس، في مدرب نجاح شغال معاك بشكل فردي، اللي هو بيدخل معاك سيشن كل اسبوع يطمن انك بتعمل الواجب، يطمن انك بتنفذ وبتنفذ صح، كأن واحد ماسك لك العصايه، اللي هو ها عايز نفذت، عملنا الكلام اللي احنا متفقين عليه، عشان نضمن في الاخر انك اوكي. لو انت مشيت على السيستم في حد بيتابعك، والسيستم بروفن، وانا جربته على نفسي، يعني اصلا انا منتج لنفس السيستم. يعني انا من زمان عندي خبرات كتير جدا، مش عارف اتكلم في ايه. يعني انت بتسالني دلوقتي في السيلز، بتكلم معاك في السيلز. ولما دخلت في السوشيال ميديا كنت بقى ساعات بشرح سيلز، ساعات اشرح تسويق، ساعات اشرح اعلانات. اعمل برنامج في ايه ولا في ايه ولا في ايه مش عارف. فما بقاش عندي الوضوح غير وانا بعمل البرنامج ده. فعشان كده انا دايما اغلب الناس بقول لهم انا منتج لنفس البرنامج. الوضوح اللي عندي دلوقتي وانا بكلم الفئه دي، ان انا بكلم المدربين اللي عايزين يبيعوا خدماتهم باعلى من $1000 باستخدام منظومه تسويقيه بتمول نفسها بنفسها، بحيث ما يبقوش حاملين هم الاعلانات. دي رسالتي. فلما تيجي تبص لها، ده سكيلابيلتي ليفل التنين ده. انت بتتكلم في حاجه ككونسبت ماركتنج هي موجوده، بس ما فيش حد بيصيغها بنفس الشكل اللي انا بصيغه لنفس الفئه اللي انا بكلمها. فعشان كده لما تيجي تبص، في ناس تيجي تقول لي انت شبه فلانه الفلانيه. اوكي، بس فلانه الفلانيه هيبقى عشان ايه انا شبهها؟ عشان انتوا الاثنين بتتكلموا في الرساله. طب ما الرساله اساسيه. ما انت ممكن تدخل جامعه القاهره وجامعه هارفارد، والاثنين هيتكلموا معاك في كونسبت اساسي في الهندسه، بس دي جامعه هارفارد ودي جامعه القاهره. القاهره طبعا احسن، بس you know the gist of it. يعني طبعا ناس كتير ممكن تتكلم في نفس المفهوم، بس مدى قدرتك على انك تنفذ المفهوم ده وتخلي عميلك يحقق نتيجه من خلال المنهجيه او الفريم ورك اليونيك بتاعك. انت ليه داخل معاك في كل حاجه؟ ايه الاي اي داخل معاك في كل حاجه. definitely يعني الاي اي بقى بيحل مشاكل رهيبه. شايف ان هو بيحل محلك مثلا في الكرياتيفيتي او قوي بيحل قوي محلك فيها قوي. يعني يعني انا دي احد الحاجات اللي كنت بقولها امبارح للتيم. بقول لهم انا مش عارف من غير الاي اي كنت هعمل ايه، حاسس ان انا زيرو كرياتيفيتي، وانا بعتبر نفسي زيرو كرياتيفيتي. التيم عندي بيتخانق معايا على الحته دي، بيقول لي اسلام ما تقولش على نفسك كده، بس انا بقى فعلا بعتبر نفسي كرياتيفيتي ضايع. انا شخص لوجيكال جدا، بحب المنطق، بمشي بالحسابات وبالارقام. ما كنتش بعرف اعمل ايه في الحته في الجزء الكرياتيف. فجه الاي اي حل الموضوع ده بالنسبه لي. بس يعني انت اللي عملت بروجرامنج ليه اصلا. بالظبط، انا ببرمجه على الافكار اللوجيكال اللي في دماغي، فهو يطلع لي الافكار الكرياتيف. وجي كمان بعد نانو بنانا وبعد الثوره اللي حصلت في جيميناي وجيميناي 3 وجيميناي برو، طورت سوفت وير للاعلانات بيصمم تصميمات اعلانيه باستخدام قوه الجيميناي 3 برو. فحاليا حتى انت كده بتعمل ميديا باين بالاعلانات بالاي اي؟ مش بعمل مش الميديا باينج اللي بيدار بالاي اي. يعني انت عشان تعمل اعلانات لا انت مش بيدار. يعني انا قصدي مثلا انت ممكن يبقى في برومبت كده طالع، يعني تديه للاي اي ايجنت اللي عندك فيقول لك التارجت اودينس بتاعك 1 2 3 ويحدد لك كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هو السوفت وير اللي عندي قائم على منهجيه تانية. انا طبعا في الصفحه الاولى في السوفت وير انت بتدخله فيها بيانات عميلك اللي انت بتطلعها من فهيم. اوكي، فانت دخلت له الاعلام، دخلت له الترانسفورميشن وكل حاجه. بتلاقي في حاجه اسمها ثيم. الثيم ده انت عايز الاعلان يكون شكله ايه؟ هل انت قاعد في بودكاست استوديو؟ هل انت قاعد في كافيه؟ هل انت قاعد في لاكجري كار؟ هل انت قاعد في فانتزي وورلد مثلا؟ في ديزاينات التيم عندي عملها بالسوفت وير، كنت انا ماسك عصايه ثور على سبيل المثال. تمام، واللي هو بقى مش عارف اخلق مش عارف ايه وعالم اعلامك الخارق وبتاع وحاجات كده. فانت لما بتعمل اليونيفرس بمشاكل العميل بتقدر هنا تخلق ميرج ما بين الاثنين، بتعمل ثيم حلو جدا. اللي هو اطلق مثلا برنامجك التدريبي ويكون مثلا روكت طالع كده للفضاء وتكون انت راكب الروكت على سبيل المثال، حاجه زي كده. فده السوفت وير. فاللي هو انت بتدمج ما بين قوه الاي اي مع مفاهيمك التسويقيه عشان تعمل السوليوشن اللي احنا عملناه ده، عشان يحل مشكله كبيره جدا في الاعلانات، الا وهي سكيلينج الكرييتيفز. لان عشان الشخص يعمل كرييتيف زمان، انا عشان اعمل كرييتيفز انا قعدت فتره طويله مش عارف اعمل ايجنسي عشان خايف اعين ديزاينرز. فتخيل انا لو كان معايا السوليوشن ده من 3 سنين، انا كنت وفرت عشرات الالاف من الدولارات في الرواتب.
بسبب الديزاينات اللي بيطلعها. مم. فده لسه في البيتا ستيب دلوقتي او بالبيتا فيز، بس ان شاء الله ممكن في خلال 3 شهور يكون في اللانش. واحد الحاجات اللي برضه اللي في الفيجن عندي في 2026 هي الفيديوهات كمان الاي اي، بحيث هنا نبقى حلنا بقى مشكله كبيره عند الناس، الا وهي الصور والفيديوهات هتبقى سكيلينج بقى ليفل الوحش. انت مش محتاج انت اللي تصور، وبالتالي مفيش اي حاجه تمنعك من انك تعمل او تسكيل اعلانات تو ذا مون. انا بعد الحلقه هشتري الافكتيف تيكت اوف اشتريت. ختاما، طبعا كميه الادد فاليو الرهيبه اللي انا خدتها مش متخيل، يعني شكرا بجد. مش متخيل انا خدت ادد فاليو قد ايه النهارده. استفدت، اتعلمت منك. اكتب لنا بقى حاجه اخيره كده ريليتد للموجه الرابعه ولاين اوف بيزنس بتاعك، وحاجه للناس كده تبقى فيها كبسوله. الحاجه اللي اقدر اقولها واللي لاحظتها معاك انت، الا وهي ان دايما الحاجه اللي ممكن تمنعنا من الوصول للبوتنشال اللي احنا بندور عليها هي مش حاجه غير دماغنا، الا وهي limits is you. بالظبط the only limit is you. فانت ممكن تكون عايز توصل لهدف معين، افتكر دايما انك عشان توصل ل$100,000 فانت ممكن تبيع ل1000 عميل ب$100 او ل100 عميل ب$1000. بس مين فيهم هياخد منك مجهود؟ مين اصعب في البيع؟ مين اصعب في المتابعه؟ هتلاقي ان الاجابه واضحه جدا. وفي نماذج كتير، لو دخلت عندي على الصفحه هتلاقي ناس كتير جدا بتشكر ناس كتير حققت نجاحات. فالناس موجوده، بس هيظل هنا هل ده ينطبق على مجالي؟ انا مجالي مختلف، فدايما اللي هو دايما الناس هتحس انا مفيش زيي في الكون، ومفيش حد زيك في الكون. بس دايما فكر في الموضوع على الا وهو هل انت بتحل مشكله كبيره عند فئه غنيه ولا لا؟ مش هقول لك ان انت لازم تحل عند اغنى ناس في الكوكب، بس حل مشكله كبيره على الاقل. لازم اليت جو عقده الاستحقاق اللي عندي الأول. بالظبط. اعتقد الموضوع ده من اكبر المشاكل اللي ممكن تكون في بلدنا كمان، موضوع الاستحقاق. استحق ده انا انك ازاي تستحق بالظبط، خصوصا لما انت تكون في بلد القدره الشرائيه فيها ضعيفه. الناس ما بتكونش شايفه موضوع الاستحقاق او ان انا عشان اخد فلوس كتير فانا لازم اكون سوبرمان. ادي حل وبعد كده ادي حل بالظبط لفئه معاها فلوس، وهتلاقي ساعتها ان الفلوس موجوده. يعني يمكن دلوقتي اكتر من اي زمن فات، يمكن الناس اللي بتشتغل من بيتها بتاخد فلوس اكتر من الناس اللي بتكد وبتنزل وبتشتغل 12 ساعه في الشمس. بس هو كله بيقدم حل عامل ازاي لو فكرت فيها. الناس اللي بتنزل وبتشتغل وبتشقى في زيها كتير، ده لو ما جاش النهارده هكلم حد تاني يجي. الناس اللي في ماكدونالدز، ده لو ما اشتغلش هجيب حد تاني يشتغل. في غيرك كتير. لكن انت لما تيجي تقدم هاي انكم سكيل ما فيش حد غيرك بيقدمه، بتقدم تصوير احترافي لبزنس اونرز على سبيل المثال عشان يظهروا بشكل معين، تاخد فلوس محترمه. سعادة تستحق. تيجي تعمل ميديا باينج العميل تخليه يحقق في الشهر $100,000، فساعتها لما تيجي تطلب $1000 ده ولا حاجه. تمام. فدايما فكر في حل كبير لمشكله كبيره عند عميلك اللي معاه فلوس. جامد، يعني لا غبار. انا مبسوط جدا بوجودي معاك النهارده، كانت حلقه جميله. شكرا. سيزون 2 مكسر الدنيا بقى. يلا بينا. شرفت جدا بيك النهارده. شكرا يا اسامه حبيبي.